تخيل معايا كده يا صديقي ان في طفل اتولد بدون اي اعضاء او جلد او حتى حواس نهائي. الطفل ده بالرغم من كل الصعوبات اللي عنده هيبقى اعظم محارب عرفه التاريخ. فيا ترى ايه هي حكايه الطفل ده وازاي اصلا هيبدا قصته؟ تعالوا بينا كده نعرف اصل الحكايه. في يوم من الايام في مقاطعه اسمها ايشيكاو، كان حاكم المقاطعه ديت قاعد كده مستني مراته اللي بتولد. الراجل ما كانش على بعضه بيفكر في حاجه كده ومش همه ابنه اللي هيتولد ولا حاجه، ده كان كل همه هو الاقليم او المقاطعه اللي هم فيها وازاي اصلا هيكبرها. وعلشان كده بينطلق الحاكم ده واللي اسمه دايجو بالمناسبة إلى قاعة تدعى بقاعة الجحيم، وده علشان يعمل أقبح عمل ممكن إنسان يعمله. أيوة، هو رايح علشان يتعاقد مع الشياطين اللي هناك. بالفعل بيوصل لباب القلعة وبيقابله كاهن موجود هناك، والكاهن بيحاول يرجع دايجو عن قراره ويخليه يستسلم، ولكن التاني ما شافش قدامه، خلص عليه بدم بارد وبعدها بدأ يعمل في الطقوس. طلب من الشياطين إنهم يحموا الإقليم بتاعه ويكبروه، وفي المقابل ياخدوا منه أي حاجة هم عاوزينها. بالفعل الشياطين بتسمع الكلام وبينزل برق قوي زلزل القاعة ديت. البرق كمان بيضرب الطفل اللي لسه مولود وبيسلب كل اعضائه وكمان حواسه. الست اللي كانت شايله الطفل حرفيا كانت مرعوبه، ولكن الام بالرغم من كل ده حبت الطفل وقررت تربيه مهما كان شكله. دايغو بعد شويه بيوصل في المكان، ولما بيلاقي ابنه بالمنظر ده ما بيزعلش، لا ده بيفرح لان كده الشياطين هتسمع الطلب اللي هو عاوزه. بياخد كمان الطفل من ايد امه وبيقول للخدامه اقتليه. الخدامه بتاخده فعلا للنهر وكانت خلاص هتغرقه، بس بتشوف دموع الطفل ده قدامها وبيصعب عليها. بتشوف جنبها مركب واقف كده وبتحط الطفل فيها وبتقول له انا هسيبك لمصيرك، ولو مكتوب لك تعيش فان شاء الله هتعيش. وبعدها المركب بتتحرك الى مكان غير معلوم. الست بقى كانت لسه هترجع وبوم بيظهر لها شيطان من العدم وبياكلها. راجل عجوز غريب كده كمان بيظهر وبيخلص على الشيطان ده. بعدها الراجل العجوز بيبص كده على القارب وبيشوف هالة غريبة فيه. ايوه، العجوز ده اصلا اعمى ولكن عنده قدرة غريبة بتخليه يقدر يبص الروح اللي قدامه، واعتقد كده هو لمح روح الطفل الصغير يا صديقي. المهم بتعدي الايام والسنين وبيفوت 16 سنه. الطفل الصغير ما ماتش ولا حاجه، لا ده في دكتور قبله ورباه وركب له كمان اجزاء اصطناعيه في كل حاجه في جسمه. هو اكتشف ان الطفل ده ما بيشوفش ولا بيسمع ولا حتى بيشم، ولكنه عنده قدره غريبه بتخليه يقدر يشوف روح الحاجه اللي قدامه، وتقريبا كده دي نفس قدره العجوز اللي شافه زمان، وعلشان كده بيسميه هي الكيمارو. المهم في يوم من الايام وبينما الطفل كان ماشي في الغابه اذ بيهجم عليه وحش خطير وبيوقعه. الوحش كان هيقتل هي الكيمارو ولكن الدكتور بيلحقه، بياخده بعدها للبيت يعالج جراحه، ولكن برضه في شياطين بتحاول تقتل الولد ده. هو ايه حكايتك بالظبط؟ علشان كده الدكتور بيقرر ان هو يدربه علشان يبقى قادر يحمي نفسه. بيقول له انا مش هبقى موجود دايما علشان احميك، وبالتالي لازم تكون اقوى وتقدر تحمي نفسك. في نفس هذه الاثناء وتحديدا عند دايغو كانت مراته حملت تاني وخلفت ولد وسمته هومارو. الاقليم بتاعهم كمان انعم عليه بالشتاء والمحاصيل زادت، ودايغو سمعته عماله بتزيد يوم عن التاني، وكل ده بسبب تضحيته بابنه. المهم في يوم من الايام كان هي الكيمارو بيقتل في بعض الوحوش كالعاده وبيزود في طاقته، ولكن وبعد ما قتل واحد من الشياطين رجله بدات توجعه بغباء. ايوه، بيطلع له رجل جديده قدام الدكتور، واللي بعد ما شافه ايقن ان الطفل ده عليه لعنه كبيره ولازم يقتل الشياطين علشان يسترجع جسده. على طول بياخده للبيت يزرع في كل جسمه اسلحه اصطناعيه وبيقول له انت لازم تنطلق في رحلتك. ايوه، انت جسمك موجود مع الشياطين ولازم تاخد حقك بنفسك. انا كان نفسي اجي معاك واساعدك يا ابني، ولكن متاكد انها اكون عطل عليك مش اكتر، فخد بالك من نفسك. وفعلا انطلق هي كيميرو في رحلته للبحث عن الشياطين واسترجاع اطرافه. في نفس هذه الأثناء كان في طفل صغير عمال يبيع للناس شوية تحف أثرية. الناس كانت ملمومة عليه ومعجبين بحاجاته، ولكن دي بتطلع حاجات مسروقة وأصحابها جايين علشان ياخدوها. الواد على طول بيحدف فيهم طوب وبيطلع يجري يهرب منهم، ولكن الثلاث بهايم دول ما بيسيبوهوش، بيروحوا وراه يضربوه. العيال شغالين ضرب فيه من غير أي رحمة، والواد يا عيني قدامهم مش عارف يعمل أي حاجة. في الوقت ده بيظهر بطلنا هي كيمارو وهو واقف على الجسر. العيال بتفكروا شايفهم وبيبطلوا ضرب في الواد، ولكن اللي ما يعرفوهوش إنه لامح الشيطان بيقرب منهم ومستني الفرصة علشان يقتله. الشيطان بيقرب فعلا من العيال ديت وبيقتلهم واحد ورا التاني. كان خلاص رايح علشان يقتل الواد الصغير كمان، ولكن بطلنا بيلحقه، بيرميه في جنبه وبيروح على الشيطان يواجهه لوحده بكل شجاعة. بيخلع الأطراف الاصطناعية اللي معاه وبيطلع فوق السلم ده وبيكسره على الشيطان. أيوة، قدر يهزمه. بعد بقى ما بيخلص بيروح الواد الصغير علشان يسلمه ايديه ويشكره حق ما أنقذه، لكنه بيلاحظ إن جسم الولد ده كله حتى وشه متركب، ده كمان ولا بيسمع ولا بيشوف، وبالجمدان ده
الله، ده ايه الحلاوه ديت. ولكن فجاه القناع اللي على وشه بيقع، وايوه هي كيميرو بيسترجع وشه من الشياطين، وبعدها واحد من اجسام الشياطين في القاعه بيتكسر. المهم بقى هي كيميرو بيقرر يمشي ويدور على شيطان جديد يقتله، والولد اللي لحقه بيقرر يروح معاه ويغامروا سوا، ده على اساس ان هو عينه وودنه يعني. وبالمناسبه الولد الصغير ده اسمه دورورو. المهم هي كيميرو ما كانش مدي للواد ده اي اهميه في الاول ومكمل طريقه عادي، ولكن وهو بيصطاد السمك دورورو بيلحقه قبل ما ياكله ني، بيقول له يا عم هظبطه لك ما تقلقش، بياخده يشوي ويحطه في عصايه، واتفضل يا عم هو احلى سمك لعيونك. وبمناسبه العيون يا صديقي، فعين هي كيميرو عندها القدره على استشعار لون الروح اللي قدامها، فلو كان لون روحك بيضه فكده انت طيب وده زي روح دورورو كده، اما لو كانت حمراء فانت شيطان وهيقتلك. وفي بعض الناس بتكون ارواحهم حمراء على ابيض، وده لانهم بيكونوا قتلوا بشر قبل كده او ناس يعني مش نظيفه. المهم بيوصلوا بعد شويه لقريه جديده وبيسمعوا عن وحش موجود فيها. دورورو على طول بيشغل دماغه وبيروح لزعيم القريه وقال له بص يا عم انا اخويا اللي جنبي ده جامد جدا وهيقتلك الشيطان، بس في المقابل لازم تروقوا علينا باكل وشويه مكافآت. يا ابن اللعيبه على طول شغل دماغه كده. الزعيم قال لهم تمام واخدهم على المكان ده يناموا فيه ويقتلوا الوحش. وفعلا لما العيال نامت إذ بيدخل عليهم كائن شكله غريب جدا. دورورو بيترعب وبيزعق لهيكيميرو علشان يقتله، ولكن التاني ثابت في مكانه وكانه مش هنا. الوحش بقى بيدخل عليهم يرن الجرس رنتين كده وبعدها بيضير وشه ويمشي من غير ما يعمل اي حاجه. والشكل كده بطلنا ليه راي تاني في الحكايه. المهم زعيم القريه بيدخل عليهم بسرعه وبيسالهم ليه ما قتلتوش الشيطان. دورورو طبعا بيتحجج باي حاجه وبيقول له بكره هنقتله. الزعيم قال لهم تمام بس في الاول لازم تقابلوا كبيره القريه، وده لانها عاوزه تشوفكم. بيروحوا فعلا لهناك وبيقابلوا ست جميله جدا قاعده على السرير. دورورو على طول بينبهر بجمالها، ولكن هي كيميرو غير، ده بيخلع اطرافه وبيطلع السيف وعاوز يقتلها. الواد بصعوبه بيقدر يثبته في المكان وبيقول له يا عم اهدى ديت انسانه، انت ليه عاوز تقتلها؟ الحراس بيسمعوا نوش هم كمان وبيدخلوا بسرعه يقبضوا على الاثنين ويرموهم في الزنزانه. ولما بيدخلوها بيلاقوا العجوز ده هنا، وايوه ده نفس العجوز اللي شاف بطلنا زمان واتعرف عليه. لسه هيتكلموا وبوم بيظهر وحش من وراهم في المكان. هي كيميرو ما بيستناهوش يطلع وعلى طول بيخلص عليه. بيجري بعدها وسط المكان ده وبيطلع تاني على مكان الزعيمه، والمره دي العجوز ده كان هنا. بيشوف روحها وبتطلع فعلا شيطانه. الست كانت لسه بتمثل وبتقول له انت عاوز تقتلني ليه؟ ولكن مره واحده بتغير شكلها وبتهجم عليه علشان تقتله. هي كيميرو بيفادي كل ضرباتها وبيقطع عينيها وكان خلاص هيقتلها، بس عمده القريه بيظهر في اخر لحظه وبيوقفه. الشيطانه كمان بتطلع تجري، ولكن بقى تخيل ان بطلنا هيسيبها؟ لا والله ده بيروح وراها ومش هيرحمها. في الوقت ده كان العجوز ودورورو عرفوا ان عمده القريه هو العقل المدبر، فهو اللي كان بيخطف المسافرين وبيرحب بيهم وبعدها يقدمهم طعام للوحش ديت. في نفس هذه الاثناء كان هي كيميرو لسه بيجري ورا الشيطان علشان يقتله، ولكن الشيطان بيحدف عليه شويه عصيان وبيوقعه قدامه، خلاص بيقرب عليه وهيقتله. بس في اللحظه ديت بيظهر نفس المخلوق ابو جرس وبيشتت انتباه الشيطان. هي كيميرو على طول بيستغل الفرصه وبوم بيرشق السيف ده في نص دماغه. ايوه كده خلاص النهايه قربت. الوحش بيقوم علشان يتحول من جديد، ولكن واحده في نص الدماغ بتجيب الاكيد. بعدها الوحش ابو جرس بيختفي في المكان ده، واللي اول ما بيروحوا عنده بيشوفوا مجوهرات كتيره وذهب محفوره تحته، واتضح ان ديت روح اول مسافر هم قتلوه، واللي فضلت هنا تحذر الناس يقربوا من القريه او تخلي الشيطان ديت ما تقتلهمش. واتاري العمده كان عاوزهم يقتلوها علشان يفضل في الوساخه اللي هو بيعملها. يا ابن الزباله. المهم الكل بيتعاقب وبعدها بطلنا بيكمل رحلته، وكمان العجوز ده واللي اسمه بيرام بيقرر يروح معاهم، لكن بسبب موت الشيطان فهي كيميرو بيسترجع احساسه من جديد. بيتكسر كمان تمثال في القاعه، وجفاف بيحصل في بعض اراضي ضيغه. شكله كده هيفهم ان ابنه ما ماتش ولا ايه. في نفس هذه الاثناء بيوصل هي كيميرو ودرورو على احدى القرى. بيقابلوا بنت بياعه واقفه تدعي ان اخوها يرجع من الحرب بسلامه، وبتقول ان هو بقاله 5 سنين ما رجعش. درورو بيسمعها وبيتكلم معاها شويه. كمان البنت بتشوف هي كيميرو واقف تحت المطر وبيستقبل كل حاجه على جسمه. البنت طبعا حاولت تندى عليه علشان ما ياخدش برد، بس درورو بيقول لها ريحي دماغك. هو كده كده ما بيسمعش ولسه اصلا الاحساس راجع له من جديد، وعلشان كده واقف يحس المطر وقطراته. وبينما هم يتحدثون اذ بشخص مطعون بيقع قدامهم. هي كيميرو على طول بيحس بروح غريبه وبيجري ناحيتها، وبيوصلوا فعلا عند المكان ده. بيلاقوا راجل بشعر ابيض شايل سيف ملعون وعمال يقتل في كل اللي قدامه. الراجل على طول بيبدا يضرب في هي كيميرو، والواد بيفادي الهجمات بصعوبه، وبيشوف ان الروح الشريره جوه السيف ده وبيحاول ياخده منه من غير ما يأذيه، لكن المحارب التاني بيحاصره وخلاص كان هيقع. وبوم فجاه من غير مقدمات هي كيميرو بيعمل رجله الاصطناعيه كدرع وبياخد السيف منه وبيوقعه لتحت. دورورو بقى بيروح علشان يجيب له رجله ويبعد السيف منها، الى ان السيف بيتحكم في الواد وبيشده ناحيه المدينه.
هنا. وبينما كانت البياعة ماشية تحت الجبل إذ بتلاقي الشخص المصاب واقع قدامها، والصدمة إن هو بيطلع أخوها اللي راح الحرب بقاله 5 سنين. بتاخده على البيت تعالجه وتحمد ربنا إن هو لسه عايش، وهي مش عارفة المصايب اللي أخوها عملها ولا زي أصلا السيف اتحكم فيه. على طول الأخ بيفوق وما بيتكلمش بولا كلمة، ده بيفتكر ذكرياته وازاي أصلا أخد السيف ده. ففي مرة من المرات الملك والساموراي بتوعه بيجمعوا شوية من التجار علشان يقتلوهم. الناس ما كانش ليها ذنب في أي حاجة، ولكن الملك كيف إن هو يخلص عليهم. تخيل بقى مين اللي بيختاروا علشان يقتل كل الناس ديت؟ أيوه هو أخو البنت، واللي ما بيكونش عاوز يقتل الناس وبيترجى الملك يعفو عنهم، لكن الملك بيديله السيف الملعون وبيقول له خلص عليهم. السيف ده بيحب دم البشر وهيساعدك تقتلهم. الراجل بيمسك السيف فعلا وبوم بيسيطر عليه، بيقتل كل التجار من غير أي رحمة. ومش بس كده لأ، ده السيف بيخرج عن السيطرة وبيقتل حتى الملك وكل جنوده. صراحة يستاهلوا. بعدها الواد ده بيشتغل في الأرض قتال، وكل اللي يقابله يخلص عليه. السيف كمان بيمتص دم الناس، وبكده أصبحوا حاليا جسم واحد وروح واحدة، ولازم الاتنين يموتوا وإلا هيفضل يقتل في الناس. وعلشان كده السيف كان بيسحب ضروره لمكان صاحبه. القرويين شافوا الواد وهو رايح ناحيتهم وحاولوا يرجعوه، ولكن السيف بيضرب عليهم والواد مش قادر يوقفه. بيدخل القرية فعلا والكل فيها كان قافل على نفسه وخايف من السيف، وهوب بيظهر له هي كيمارو. هو مش شايف غير الروح الملعونة قدامه وبيجهز نفسه علشان المواجهة. ضرورو بيحاول يهديه ويفوقه، ولكن التاني مش هنا. بيضرب السيف من ايديه ويطيره، وبيظهر بعدها من ورا صاحبه وبيشيله من جديد. بيهجم على بطلنا، لكنه بيقدر بكل سهولة ان هو يخلص عليه، وده لانه خلاص اتأكد انهم بقوا روح واحدة. الاخت بتيجي وبتشوف اخوها مقتول وبتفضل تصرخ وتعيط على اللي حصل. ودن هي كيمارو هي كمان بترجع، وبيكون اول صوت يسمعه هو صوت صراخ البنت بعد فقدان اخوها. وكالعادة بتنكسر احدى تماثيل الشياطين، والاب كان حاضر وشافهم وهو بيتكسر. خلاص كده ايقن ان ابنه عايش ولازم يبدا في الحركة فورا. هي كيمارو بقى بسبب ان هو رجعت له حاسة السمع ما كانش قادر يستحمل كمية الاصوات اللي بدأت تدخل له. ضرورو لما بيشوف حالته بيربط له على دماغه علشان يفوق، ولكن من حيث لا يحتسب بيهجم عليه وحش طائر وبيقدر يجرح هي كيمارو في بطنه. كان كمان هيقتله بس العجوز بيرام بيخلص عليه وبينقذ الموقف. وواضح كده ان هي كيمارو اتأثر بحاسة السمع ومش عارف يعمل ايه. المهم تاني يوم الواد بيصحى على صوت عذب جدا لبنت بتغني، وبيروح عندها وبيلاقيها قاعده في النهر بتغسل الهدوم. وبالمناسبه البنت ديت اسمها ميو. بتاخده على بيتها تعالج جراحه وتغني له وتعرفه كمان على اخواتها الصغيرين. والبنت ديت شغاله في الجيش استعدادا للحرب. المهم العجوز بيرام بيقول لها انا اروح اتمشى واشوف مكان كويس نعرف نعيش فيه بدل البيت المتهالك ده، وهو لو الحرب قامت حتى نكون بامان. بيمشي فعلا وبيرجع بعد شويه وبيقول لهم انا لقيت المكان خلاص، ولكن للاسف البيت ده موجود فيه شيطان قوي جدا وممكن ما نقدرش نهزمه. هي كيمارو لما بيسمع الكلام ده بيقوم على طول وبيجري على البيت علشان يقتل الشيطان. العجوز كمان بيروح معاه علشان يساعده، اما ميوفا بتقرر تروح تشتغل مع العدو كمان علشان تجيب شويه اكل ليهم قبل ما الحرب تبدا. عنده هي كيمارو بقى كان خلاص جاهز اسلحته علشان يقتل الشيطان، بس العجوز كان بينصحه ما يقتلش وده بسبب الجرح اللي في بطنه. لكن الشيطان بيعمل حفره كبيره جدا بتسحبهم جواها، والواد بيطير على الشيطان وبيحاول يضربه، ولكن ده قوي جدا عليه والواد ما بيقدرش يهزمه. كمان الشيطان بياكل رجله السليمه، والواد من كتر الالم بيصرخ وصوته بيطلع. اما العجوز فبيلحق بطلنا بالعافيه قبل ما الشيطان يخلص عليه. في نفس هذه الاثناء وتحديدا في مقاطعه ايشيكاو كان الحاكم دايغو بيجهز الجيش بتاعه علشان يحارب منطقه تدعى ايساكورا. ابنه تاهومارو بيندى على ابوه بيتحايل يروح معاه الحرب، ولكن دايغو مش بيوافق. بيقول له انت لسه صغير ومش هتعرف تعمل حاجه فركز في تدريبك احسن. نرجع بقى لهي كيمارو اللي بيجهز في رجله الصناعيه علشان يهجم على الشيطان، وفعلا بالليل بيقرر يهجم على الشيطان بعد ما خلاص ظبط رجله الصناعيه. والعجوز طبعا راح وراه علشان يمنعه، بس تمنعه ايه؟ القتال بدأ خلاص. الواد بينزل على الشيطان ضرب من كل الجهات مش رحمه، والشيطان بيحاول يهجم عليه تاني وياكل رجله، بس الواد المره دي مجهزها له بنصل واحلى مسا عليه. ايوه هي كيمارو قدر يخلص على الشيطان ويشقه النصين، وبكده بيقدر بطلنا ان هو يستعيد رجله المقطوعه من جديد. في نفس هذه اللحظه الجيش بيعرف ان ميو شغاله مع الاعداء وبيتتبعوها. بيطلعوا للمكان اللي هي فيه وبيقتلوا كل اخواتها وكمان بيضربوها. البنت بتوع على الارض مش قادره تتحرك، ودرورو بيجوا يسمعها وهي بتغني على حافه الهلاك. الواد ما بيقدرش يستحمل كم المعاناه ديت وبيجن جنونه. بينزل ضرب في كل اللي قدامه ومش راحمهم. الجنود بتتجمع عليه وبتهجم، بس خلاص هي كيمارو ما عادش شايف اي حاجه. الجندي الاخير كان خلاص هيموت، بس درورو بيوقفه. بيقول له انا مش عاوزك تتحول للشيطان انت كمان يا صاحبي، ففوق يلا. الواد فعلا بيهدى وبيرجع لطبيعته من جديد، وبيفتكر ميو ذكرياتها وانها اول حد يعامله كويس وكمان يسمع صوته. بيجري عليها يحضنها وبينطق لاول مره بصوته الطبيعي ميو انا اسف. وبكده بطلنا استرجع صوته كمان، والشيطان جديد بيتكسر جوه قاعه الجحيم. ابطالنا بقى على طول بيدفنوا كل اللي ماتوا وسط حزن والم غير مسبوق، وبيكملوا رحلتهم في قتل الشياطين.
وهم ماشيين كان باين على درورو ان هو زعلان جدا، ولكن اللي كان زعلان اكتر منه هو هيكيمارو، واللي حرفيا نفسه يقتل اي حاجه بسرعه. لسه ما كملوش الكلام واذ وحش عنكبوت بيظهر قدامهم. هيكيمارو على طول بيضربها وبتوقع الشخص اللي كانت بتاكل فيه، والواد بيحاول يضربها تاني بس العنكبوته بتربطه بالخيط بتاعها وبتطلع تجري بسرعه. وشكل كده في حوار جاي يا صديقي. المهم بيوصلوا القريه ديت والراجل اللي فيها بيقول لهم خدوا بالكم علشان في حد بيخطف الرجاله هنا بقاله فتره ويمكن كمان يخطفكم. العيال بتقول له تمام وبيقعدوا هنا وبيكونوا شاكين ان اللي بيخطف الناس ديت هي العنكبوته اللي شافوها. في الوقت ده كانت العنكبوته لسه مستخبيه هنا وحاسه بالجوع جدا، وده لانها ما اكلتش الوجبه بتاعتها وخلصت طاقتها في الدفاع ضد هيكيمارو. المهم تاني يوم كان في واحد من اهل القريه ماشي كده رايح على شغله، وبوم بيلاقي البنت ديت واقعه قدامه مغمى عليها. الواد بيفوقها وبياخدها على البيت وبيجيب لها اكل وبيروق عليها. وايوه يا صديقي البنت ديت هي العنكبوته، وكانت ناويه انها تخلص عليه بعد ما تاكل اللي عنده، لكن الراجل بيقول لها للاسف انا ورايا شغل النهارده فهروح علشان ما اتاخرش عليهم. وفعلا الراجل بيروح على شغله. اما بقى درورو وهيكيمارو فبيدوروا على الشيطانه. وبالمناسبه الراجل ده اسمه جيرو، لكن واثناء بقى ما كانت الشيطانه في بيت جيرو بيتخطف برضه واحد من اهل القريه. هي ما عملتش اي حاجه. الله هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ المهم جيرو بيرجع البيت وكالعاده الشيطانه كانت جعانه، بيديلها كل الاكل اللي عنده وبينام هو من غير ما ياكل حاجه. بالليل بقى واثناء ما كان جيرو نايم الشيطانه بتقوم عليه علشان تمتص حياته، ولكنها بتسمع بطنه بتتحرك وبتعرف ان هو اكلها كل الاكل بتاعه، ده عاملها احسن معامله. علشان كده الشيطانه بترجع عن اللي في دماغها وما بترضاش تاذي الراجل ده. الصبح تاني يوم بيكون الجنود علقوا ملصق مكتوب فيه ان في كمان شخص اتخطف واللي هيقدر يلاقي الخاطف هياخد مكافاه كبيره جدا. وطبعا دورورو ما بيكونش فاهم حاجه. بالليل بقى كان الكل نايم والعنكبوته كمان كانت نايمه، ولكن فجاه جيرو بيفوق بيقول لها انا لازم اهربك من القريه ديت النهارده. ايوه بيطلع ان اللي بيخطف الناس هو جيرو، وخلاص طالما اتحطت مكافاه على راسه خاف وقرر ياخد الشيطانه ويجروا من المكان. وفعلا بياخدها وبيطلعوا يجروا، ولكن لسوء حظهم هيكيمارو بيقابلهم. دورورو كمان بيعرف البنت ديت من صوتها وبيقول له هي ديت العنكبوته، لكن جيرو بقى قدامهم يدافع عنها وبيقول لهم هي ملهاش ذنب، انا اللي كنت بهرب القرويين من البلد ديت وده بسبب طمع الحاكم وجشعته، وكمان انتم مفكرين انكم هتاخدوا مكافاه، ده شيء من سبع المستحيلات. الجنود كمان بيظهروا من وراهم وبيقولوا له عندك حق، فانتم مجرد عبيد لازم تسمعوا الكلام وتنفذوا الاوامر بس. الشيطانه بقى بتتعصب من كلامهم وبتطلع شباكها تدافع عن الواد، ولكن هيكيمارو من الجهه الثانيه بيطلع اسلحته وعاوز يواجهها. البنت على طول بتتضير تضربه بالشباك وبتاخد جيرو وبتقول له يلا على مكان الهروب بسرعه. هيكيمارو والجنود بيلحقوهم وبيوصلوا عند المدخل ده. جيرو بينضرب بالسهام والبنت فكرته خلاص هيموت، على طول بتفعل التحول بتاعها وبتبدا ضرب وقتل في كل الجنود اللي حواليها. هيكيمارو بيوصل عندها وبيحاصرها وبيقدر يقطع لها اجزاء من جسمها، لكن فجاه بيلاقيها بتروح عند جيرو وبتحميه. وايوه البنت خلاص فقدت روحها الشيطانيه وعاوزه تعيش مع حبيبها حياه عاديه. هيكيمارو لما لقى الروح اختفت نزل السيف بتاعه وقال لهم تمام، سابهم يمشوا ومرضاش يعمل لها اي حاجه. بعدها طلعوا ودعوا اهل القريه كلهم وراحوا على مكان جديد، وهم في طريقهم بيشوفوا مجموعه من الناس كده شايلين واحده على كتفهم، واللي يشوفهم من بعيد كده يحس ان ديت العروسه واخدينها يعني لعريسها، ولكن الحقيقه غير كده خالص. فالناس ديت من قريه نائيه هجم عليها شيطان كبير وغطى القريه بالكامل، وهم علشان يتجنبوا غضب الشيطان ده اخذوا البنت ديت كضحيه للشيطان علشان ما يقتلهمش. المهم بينزل واحد من الجبل فجاه وبيضربهم بالسهام ولكنها مش بتصيبهم. دورورو لما بيشوفوا بيمنعه وبيساله هو انت ليه عاوز تضرب العروسه بالسهم؟ الواد بيضحك على غبائه وبيقول له دي مش عروسه، لا دي اختي واخدينها علشان يضحوا بيها للشيطان. دورورو لما بيسمع الكلام ده بيقول له استنى عندك، لو في شيطان فعرفني الدنيا واخويا ده هيدغدغ لك دماغه وما تقلقش احنا هنساعدك، بس طبعا كل حاجه بمقابل يا باشا، لا بزنس مان مفيش كلام يعني. الواد بقى بيدي لهم كل اللي معاه ودورورو بيلاقي فيها قطعه ذهب، بيقول له خلاص اتفقنا. بعدها بيروحوا علشان ينقذوا اخته اللي الناس نزلوها، وبيكون في 2 من الحرس بيحرسوها في المكان وده علشان ما تهربش يعني. دورورو بقى والواد بيضربوا الحراس بسرعه يفقدوهم الوعي قبل ما الوحش يوصل. بيفك اخته كمان وبيقولوا لها يلا بسرعه علشان نهرب، ولكن الوحش بيظهر فجاه في وسط غيمه سوداء والحراس بيحاولوا يهربوا ولكن بيطيروا في الهواء والوحش بيلتهمهم وبينزلوا جثث على الارض والكل خايف. هيكيمارو مش عارف يحدد مكان الوحش بسبب السحابه السوداء واللي شايفها كلها باللون الاحمر، وفجاه الوحش بيهجم على هيكيمارو ولكن العروسه بتضحي بنفسها وبتدفع بطلنا الى الوراء. بعدها بيسيبهم وبيختفي بسبب اشعه الشمس، ولكن الواد الصغير ما كانش عاوز يسكت، عاوز ينتقم لاخته باي طريقه، مش قادر يتقبل فكره انه خلاص مش هيلاقيها. وعلشان كده دورورو بيطمنه وبيقول له ما تقلقش احنا هنعمل خطه وهنستدرج الوحش وهنخلص عليه.
وفعلا تاني يوم ضروري بيعمل نفسه عروسه وبيقعد مكان البنت اللي فاتت. الوحش بيشوفه وبينزل علشان يخلص عليه، ولكن ضروري بيقوم بسرعه من مكانه وبيجرجر الوحش عند المكان اللي هم متفقين عليه، وهو بيجري بيتكعبل وبيقع على الارض، ولكنه بينجو بعجوبه. اخو البنت واللي بالمناسبه اسمه سارو بيكون مستني الوحش في المكان المتفق عليه وبيضربه بسهم لهب علشان يتحرق، ولكن ده ولا اي حاجه بالنسبه لوحش بالحجم ده. بيغير جلده من جديد وبيستعد علشان يهجم على الولد ده ويقتله، ولكن في الوقت ده بيتدخل هيكيمارو علشان يقتله. بيضربه بالسهام ورا بعض بس من غير فايده، وبوم الواد بيهجم مره واحده على الوحش بيعوره. واتضح ان هو كان بيخلي السهم تخبط في الوحش علشان يحدد مكانه الاول عن طريق صوت الاصطدام. هي ابن اللعيبه. الوحش بقى بيقوم له من جديد وهي كيميرو بيجري علشان يعمل نفس الحركه تاني، ولكن في الوقت ده كان دورورو هو كمان فاهم ان اخوه مش قادر يشوف الوحش بسبب السحابه السوداء، وعلشان كده بياخد حبل وبينط على راس الوحش وبينده عليه. هي كيميرو بيحدد مكان الوحش فعلا وبيضربه في عينيه التانيه، لكن الوحش بيصرخ وبياخدهم بره السحابه لحد السما، بيطلع راسه التانيه وبوم بياكل هي كيميرو، لكنه ما يعرفش ان هو كده خلاص حكم على نفسه بالموت. الواد بيشرحه من الداخل بالكامل وبيخلص عليه، وبعدها الكل بيقع في بحيره وما فيش حد فيهم بيتاذى. اخت سارو هي كمان بتطلع عايشه والحمد لله الوحش ما كانش اكلها. اما بقى هي كيميرو فبتقع مناخيره الصناعيه وبترجع له حاسه الشم. ايوه الواد كده خلاص بقى يقدر يميز الروايح. بيكملوا الرحله علشان بطلنا يسترجع كل اعضائه، وبينما هم في الطريق ضروري درجه حرارته بترتفع وبيسقط في الارض. هي كيميرو بيشيله وبيحاول يدور على حد علشان يساعدهم، ولكن كل الناس اللي قدامه فلاحين ومحدش عارف يساعده. بيقعد كده تحت شجره مش عارف يعمل ايه لحد ما واحده ست بتشوفه وبتقرر تساعده. بتاخده علشان تعالجه. بيفوق فعلا بس بيشوف زهره حمراء وبتفكره بابوه وامه. الست لما شافته متاثر كده سالته عن السبب. الواد فعلا بدا يحكي لها حكايته بالكامل. بيقول لها ان ابوه وامه كانوا رؤساء عصابه قطاع طرق وكانوا شغالين نهب وسرقه في الساموراي اللي بيعذبوا الشعب وبياخدوا منهم كل ممتلكاتهم، ولكن بسبب خيانه واحد من اصدقاء ابويا فهم اتقتلوا قدام عينيه. امه بتموت في حقل مليء بالزهور الحمراء ديت وبتقول له في يوم من الايام هتخلص كل الحروب ديت وهتعيش بسلام، فاوعى تستسلم يا دورورو لحد ما توصل لليوم ده. وبعدها الام بتفارق الحياه تاركه ابنها الصغير يتخبط في الدنيا كما تريد. وفي الوقت ده كان دورورو بيتكلم وهو نايم وبيقول انا علشان كده مش هستسلم ابدا يا امي. والست العجوزه بتسمعه وبتعرف ان حياته كانت صعبه جدا. المهم بتخلص علاج وبيفوق اخيرا وبيكملوا طريقهم. لكن في الوقت ده وعند دايغو كان في واحد من جنوده راح له وعرفه ان في قصه منتشره ما بين المزارعين، وهي ان في مركب كان موجود فيه طفل بدون اطراف او جلد او حتى عيون. وكمان اخر ما بوس لينا شاف شاب متركب له اطراف صناعيه بيقاتل الوحوش، وشكل كده مخاوف الاب بقت حقيقه. تاهومارو كان واقف بيسمع الكلام ومستغرب النظره اللي على وش ابوه وبيقول هو ايه اللي حصل بالظبط. في هذه الاثناء وتحديدا في احدى القرى كان في واحد مقلوب بالمركب بتاعه ورجله كانت مقطوعه. الراجل بيحاول يهرب من حاجه كده ولكنه مش عارف. النهر كمان بيعمل دوامه كبيره والشيطان بيخطف الراجل وبيقتله في الميه، وشكل كده الشيطان ده جامد جدا. نرجع بقى لدايغو اللي كل شويه بيجيله ناس تعرفوا ان المحاصيل بتاعتهم بدات تنفذ. الدنيا كمان ما اشتتش بقى لها فتره ومش عارفين ايه اللي داخلين عليه. دايغو على طول بيجري بسرعه ناحيه قاعه الجحيم وبيكلم اللي فيها. ايوه بيسالهم عن اللي حصل وهل ابنه لسه عايش ولا ايه. الشياطين بيوروا له فعلا اللي حصل وانه كبر وبدا في قتل الشياطين وقتل منهم كمان. لو استمر الوضع كده فكل اللي انت عملته هيروح من ايديك. تاهومارو كمان من ناحيه تانية ما كانش ساكت وشايف تصرفات ابوه وامه الغريبه. بيروح على الراجل ده يربطه ويساله ابوه كان بعته يدور على مين. الراجل بيقول له عن طفل رضيع من 16 سنه. تاهومارو عاوز يعرف حكايته ولكن الراجل بيعض على لسانه علشان ما يتكلمش، وشكل كده المعلومات ديت خطيره جدا. وعلشان كده الواد بيروح لابوه يساله عن كل اللي بيحصل. بيساله عن الرضيع اللي بيدور عليه وعن الشخص اللي معذبه، عاوز يعرف سبب نظراته ديت، لكن الاب بيقول له مش لازم تعرف الحاجات دي. بيزعق له كمان فالواد بيمشي. بياخد اصحابه وهو متعصب وبيدور على اي حاجه يعملها تعلي من قيمته عند ابوه. بيوصل عند قريه كده وبيشوف الناس ملمومين ومش عارف ايه الحكايه عندهم. بيدخل عندهم فعلا وبيسالهم ايه الحكايه. الفلاحين بيقعوا قدامه يترجوه ينقذهم. في النهر اللي بنشرب ونصطاد منه في وحش بيقتل الناس، ما عدناش عارفين نعيش. تاهومارو لما بيشوف الناس بيقول لهم ما تقلقوش انا هروح بنفسي واخلص لكم على الشيطان. لا جامد يلا. وبالفعل بيركبوا السفن وبينطلقوا لايجاد ذلك الشيطان وقتله. ولكن واثناء ما كانوا ماشيين اذ فجاه السفن بتقف وما عادوش عارفين يتحركوا. الشيطان كمان بيظهر وبيبدا يعمل دوامه
السما علشان تشفطهم، لكن تاهومارو كان عامل حسابه ورابط السفن في الشجر علشان ما تتسحبش. بعدها الكل بيبدا يهجم على الشيطان علشان يقتلوه. تاهومارو بينجح فعلا يقطع له دراعاته الاثنين واللي معاه كمان بيحاصروه، ولكن الشيطان بينزل تحت الميه فجاه وبيهاجمهم من تحت. السفن بتاعتهم بتتخرم والواد ما بيبقاش عارف يعمل ايه، وعلشان كده بيأمر الناس يشد الحبل وبيرجع خسران وحزين بسبب اللي حصل. لكن هل تاهومارو هيرضى باللي حصل ده ويسيب الناس كده الوحش يقتلهم؟ اكيد لا. الواد بيطلع في حته عاليه كده وبيفكر في خطه علشان يقتله. بيقول انا لو رحت تاني وعملت اي حاجه في النهر فالوحش هو اللي هيكسب القتال، وعلشان كده انا محتاج طريقه اخرج بيها الوحش بره النهر ونتواجه بشكل مباشر. بس يا ترى هتعملها ازاي؟ الواد كده بيشوف منطقه غريبه وبيأمر اتباعه يشيلوه علشان يبص عليها. خلاص لما شافها عرف اللي هيعمله، على طول بيجمع القراوين وبيظبط الخطه ويلا بينا يا رجاله. الصبح الكل بيشتغل تقطيع في الخشب وحفر، وكده الخطه بقت تمام. على طول واحد من اهل القريه بيركب مركب وبيتحرك علشان الوحش يجري وراه. بيسحبوا فعلا لحد المنطقه ديت وخلاص الوحش هيمسكه، ولكن تاهومارو بينفذ الخطه وبيسد النهر من هنا وبيفتحه من الناحيه الثانيه، وبكده الميه كلها بتمشي والوحش كمان بيتحاصر. خلاص كده انت بقيت لوحدك يا عم وهنتقاتل راجل لراجل. بتبدا المعركه فعلا والكل شغال ضرب وتكسير في الشيطان. المزارعين والكل مش مصدق حجم القوه اللي عند الثلاثه دول وبداوا يهتفوا ينادوا باسمهم. كمان شويه منهم بينزلوا ياخدوا حجاره ويرموها على الوحش علشان يضايقوه. تاهومارو كمان فكر ان الوحش خلاص انتهى وبيجهز الضربه الاخيره، ولكن الوحش بيصدمهم وبيشيل حجر يرميه على السد. الميه بدات تتسرب وتاهومارو بيحط السيف علشان يثبت في المكان. الفلاحين الميه بدات تزقهم ناحيه الوحش وكانوا هيموتوا، لكن الواد ده كان جامد وقدر يخرجهم قبل ما الوحش ياكلهم. بس نتيجه لكده بيدخل في بق الوحش وهو اللي هيتاكل. تاهومارو شايفه ومش قادر يعمل له حاجه، وفجاه بيظهر هياكيمارو من العدم بيقتل الشيطان. الكل حرفيا مصدوم من حجم القوه اللي عند الولد ده. هياكيمارو هو كمان لما بيشوف اخوه بيحس ان هو يعرفه، وكمان الروح بتاعته كانت اليفه. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ في الوقت ده تاهومارو بيتصدم لما بيشوفه بيركب دراعه وبيسأله عليه. دورورو بيقول له ده علشان الجمدان بتاع اخويا بس، فهو كمان ما بيشوفش ولكن بالقوه ديت. تاهومارو طبعا بيتصدم من اللي بيسمعه ومش عارف هو جايب كل القوه ديت منين. دورورو بقى ما بيفرقش معاه اي حاجه من ديت وبيمدله ايديه. ايوه شخلي لجيبك يابا حق ما لحقناك. الواد بيديله الفلوس فعلا والاثنين بيسيبوهم وبيمشوا، ولكن كان هياكيمارو لسه حاسس ان في حاجه بتربطهم سوا. المهم بيوصلوا على القريه وبيقابلوا العجوز هناك وهم قاعدين بيسمعوا عن الناس بتتكلم عن حصن بنما، والحصن ده معروف ان هو بيسكنوا الارواح الشريره، وده بعد اخر معركه لدايغو ضد جنود اساكورا. بس حاليا موجود جنود هناك بعد الحصن واللي بيعديه حرفيا بيتجلد. طبعا لما هياكيمارو بيسمع الكلام بيعرف وجهته الجايه واللي هي الحصن بنما. على طول بيروح لهناك ولسه يعدي بيطلع لهم عيل صغير وبيوقفهم. بيقول له دورورو ان في جنود واقفه مستنيه اي حد يتحرك علشان يقتلوه. في نفس الوقت ده كانت الام عرفت ان ابنها لسه عايش وما كانتش مصدقه وقاعده تعيط من الفرحه، لكن الاب برضه كان مصمم يقتله، وده علشان الاقليم يرجع يزدهر من جديد. وعلى حين غره كان تاهومارو واقف بيسمع كل الكلام ده. ايوه بيعرف ان ليه اخ ولسه عايش، ويا ترى ايه اللي هيعمله. في الاثناء ديت كان هياكيمارو ودورورو قرروا يعدوا الحصن ده بالليل ويقتلوا الارواح الشريره، واللي حرفيا هياكيمارو كان شايف انهم كتير بشكل مش طبيعي. المهم بيعدوا الناحيه الثانيه فعلا والوحش بيظهر، لكنه ما كانش لوحده، دول كتير جدا. هياكيمارو بيحاول يقتلهم بس اعدادهم عماله تكتر اكتر واكتر. الواد الصغير بيخاف ويهرب بس بيهرب ناحيه جيش اساكورا. دورورو بيقلق عليه وبيجري وراه علشان يلحقه. اما هياكيمارو فالوحوش ديت كلها بتتجمع قدامه وبتعمل وحش كبير جدا وعملاق. الوحش بيهجم على الواد وبيقدر ان هو يكتفه، لكن بسرعه الواد بيديله رجل ببطنه بتقلبه. لسه راح يكمل عليه واذ بسهام بتظهر قدامه. اوبا دي سهام عائله دايغو واللي جايين بقياده مين يا صديقي؟ ايوه هو بذات نفسه ابوه. هياكيمارو لما بيشوفه بيحس بالروح بتاعته وبيساله انت مين؟ دايغو بيقول له انت ليه لسه عايش يا طفل الشيطان؟ الطفل اللي ما كانش اصلا لازم يتولد. ده ايه القسوه ديت يا عم؟ حقا كل يبحث عن مصلحته. هياكيمارو ما بيقدرش يرد بعد ما بيسمع الكلام ده، والجنود لسه هتهجم عليه راح بسرعه واخد دراعاته وماشي. في نفس الوقت ده كان دورورو والواد اللي معاه اتمسكوا من جنود اساكورا، وعلشان كده بيتحطوا هما الاثنين في السجن. ولما بيفوقوا دورورو بيلاقي راجل ماسك علامه نفس العلامه اللي هياكيمارو شايلها على طول، وبعدها بيفهم ان هو من العيله ديت واصلا هو ابن دايغو. الواد اول لما بيهرب بيقول لهم انا لازم اهرب من السجن حالا، لازم اقف جنبه. وفعلا بيلاقي فتحه صغيره في السقف وبيهرب منها.
منها. اما بقى عند تهومرو فكان قاعد مع امه وسالها على كل اللي حصل، سالها عن اخوه وعن كل الكلام اللي سمعه. الام فعلا حكت له الحكايه بالكامل وانهم ضحوا باخوه علشان المقاطعه. الواد لما بيسمع الكلام ده حرفيا بيتصدم وبيقول لهم انتم ازاي بعد الكلام ده تسموا نفسكم ابوين؟ انتم لازم تموتوا نفسكم احسن. في الوقت ده بيدخل ابوه بيقول له لا، بيقول له انا عملت كل ده علشان احافظ عليكم وعلى كل الناس هنا. وهم بيتكلموا اذ بيخش عليهم ياكيمارو وقال له اخيرا العيله كلها اتجمعت. الاب على طول بيأمر الحراس في الهجوم عليه مره تانية والواد بيهرب. تهومرو لما بيشوفهم بيقول له انت بتعمل ايه؟ ده اخويا ده. ابوه قال له لو عاوز اخوك اطرافه ترجع من جديد فروح فك العقد اللي ما بينه وما بين الشياطين، غير كده انا مش عايز اسمع صوتك. الواد فعلا بيروح علشان يفك العقد ولكن بينطرد بره القاعه. بيعرف وقتها كمان ان هو لو فك العقد بالقوه فكل البلاد بتاعتهم هتتدمر من جديد. هي كيميرو هو كمان في الوقت ده بيقابل دورورو وبيحكي له على كل اللي عرفه. بيقول له كمان ان ابونا داله بطفل الشيطان بس بالرغم من كده هو مش هيسيبهم، هيسترجع كل اطرافه. دورورو لما بيسمع الحكايه بيتاثر جدا وما عادش عارف مين الصح ومين الغلط. في الوقت ده كان جنود اساكورا اخذوا الناس اللي هربت واعدموهم على الحصن واللي كان من ضمنهم الطفل الصغير. بيضربهم فعلا بالسهام وبتقتلهم كلهم ما عدا الواد ده. اخيرا بتندلع الحرب ما بين الجيشين وفجاه بتظهر لهم اللعنه مره تانية. هي كيميرو بدا في القتال معاها ومش ناوي يعتقها، لكن اللعنه بتدافع عن جيش دايغو وبينسحب جيش اساكورا للوراء. بيظهر بعدها قدامهم هي كيميرو وبيسمع نفس صوت الشخص اللي قتل ميو. الواد اتجنن وبينطلق عليهم بكل ما اوتي من قوه، لكن دورورو بيمنعه بيهديه. بيقول له ده انت مش شيطان. ساعتها تهومرو بيوصل وبيقول له اللي عمل ابوك فيك كان صح، انت دلوقتي هو التهديد الاكبر على البلد دي، بل انت الشيطان بنفسه وكواجب عليا انا لازم اقتلك واخلص الناس من شرك. يا ابن الذين لحق تتغير رايك ازاي؟ صدق المثال من شابه اباه فما ظلم. المهم بيبدا القتال ما بين الاخوه امام اعين والدهم. الواد اللي كان مربوط بينده على دورورو بيقول له تعالى فكني يا عم انت انا لسه عايش. بيروح فعلا دورورو علشان ينقذه بس بسبب ان هو عدى الحصن بيظهر له الشيطان وبيهجم عليه. الواد بينادي على هيكيمارو علشان يلحقه وبطلنا فعلا بيقدر يعور اخوه في عينيه وبيلحقه في ثواني وبيخلص على الشيطان بكل مهاره. ساعتها بتقوم على ارض المعركه وبتتاسف له على كل اللي حصل فيه. بتقول لهم قبل ما تودعهم لو عاوزين جسم حد يا شياطين فخدوني انا وسيبوا ابني في حاله. بتطعن نفسها قدام الكل وساعتها اللعنه اللي موجوده على الجدار بتنكسر وبينسحبوا كلهم. ايوه ضحت بنفسها علشان ابنها، لحظه مؤثره بكل معنى الكلمه. فحقا امك ثم امك ثم امك. بعدما حصل اللي حصل هي كيميرو بيقرر يسيب قرية دايغو علشان يكمل قتل في الشياطين. اما دورورو فبيكون مستغرب وبيسأله هل هو رجع له حاجة من جسمه بعد قتل الثعلب ولا لا، ولكن بطلنا مفيش اي حاجة رجعت له. دورورو بيحاول يقنعه ان هو يرتاح له شوية او يغير جو ولكن التاني مش سامع الكلام. بيكمل طريقه وبعد شوية بيوصلوا البلد فيها الينابيع السخنة ودورورو طبعا كان عاوز هي كيميرو يروح هناك ويرتاح ولكن الواد مصمم ان هو لازم يقتل الشياطين وعلشان كده الواد بيضطر يكذب عليه وبيقول له ان في شيطان هناك. هي كيميرو قال له خلاص تمام ووصلوا عند البيت ده وارتاحوا فيه. وفي نفس الوقت ده كان في ست شغاله مع شيطان بتاخد له كل شويه راجل وبتقطع في وشه علشان يتقتل، لكن وبعد ما بتمشي بشويه دورورو بالغلط بيوصل على هناك. الست بتشوفه خلاص كده سمي على نفسك يابا. الواد اول لما شافها حس انها شبه امه بالظبط وقرب منها. الست هي كمان ما عملتلوش اي حاجه واخدته على بيتها واللي بالصدفه بيطلع هو اللي هي كيميرو ودورورو كانوا ناويين يباتوا فيه. دورورو بيسال هي كيميرو هي البنت دي روحها عامله ايه والواد قال له هي تمام ولكن برضه فيها حاجه مش مظبوطه. البنت بعدها بقى بتعرفهم بنفسها واسمها اوكاكا، كمان بتقول لهم ان المكان ده بيتي وهتعمل لهم اكل وهتروق عليهم وبتعرفهم ان الاكل ده بيجي لها بسبب الناس اللي بتيجي تعبد التمثال كل فتره فكلوا ما تقلقوش الوضع تحت السيطره. دورورو بقى بيسالها وش التمثال ده عامل كده ليه؟ قالت له دي قصه طويله وقديمه وما تشغلش بالك منها. وبعدها العيال بتاكل فعلا ومره واحده بيناموا. ايوه البنت طلعت حاطه منوم في الاكل بتاعهم وده علشان تاخد هي كيميرو وتوديه عند الشيطان، بس المنوم اللي كانت حاطاه في الاكل ما كانش كفايه ودورورو بيفوق وبيجري وراها علشان يعرف هي ناويه على ايه. بيوصل فعلا عند التمثال وبيلاقي اوكاكا جره هي كيميرو وبتسحبه علشان تقتله. بيجري عليها وبيقول لها ما تعمليش في حاجه لكنه بيقع ومش قادر يكمل بسبب المنوم. البنت على طول بترميه على الحيطه بس دورورو بيقول لها انا مستحيل استغنى عنه مهما عملت فيا، ده اخويا ومش هسيبه. في تلك اللحظه بيفوق هي كيميرو وبيقطع الحبل بيهجم عليها وبيشوف التمثال الضخم والروح الشرير اللي جواه. على طول بيروح يهجم على الشيطان بس التمثال بينفخ فيه ويطيره. كان
هيديله واحده بالسيف، ولكن هي كيميرو رمى نفسه على طول في الشلال. بينزل تحت وبيشوف كميه الجثث اللي ماتت بسبب الشيطان ده. بعد كده بيطلع ورايح يهجم على الشيطان، ولكنه في الوقت ده بيسمع صوت امه، وده بسبب ان اوكاكا عندها القدره على تغيير الصوت. هي كيميرو بيروح لها وبيقول لها انت اوكاكا، فبلاش استهبال. البنت بتتصدم وبتقول له انت ما تعرفش وش امك ولا ايه؟ واللي اوكاكا بقى مش عارفاه ان هي كيميرو بيقدر يشوف روح الشخص اللي قدامه. المهم الواد بيسيبها ورايح يهجم على الشيطان، ولكن اوكاكا بتستخدم قوتها اللي واخداها من الشيطان وضربته. الواد اتكتف ومش عارف يعمل حاجه. دورورو بيجري عليها يمسكها ويسالها انت ليه عاوزه وشه للدرجه دي؟ مش كفايه ان وشك كامل ومش ناقص حاجه؟ ولا انت انانيه لدرجه انك بقيتي وحش؟ حطي نفسك مكان الاشخاص اللي اتقطعت وشوشهم، حسي بالامهم ومعاناتهم وحزنهم. ده ايه الكلام الكبير ده يا دورورو؟ ده انت صغير يعني. بعد كده البنت بتهدى وبتحس بالذنب، ولكن الشيطان راح مخلص عليها. هي كيميرو بيتعصب عليه وراح مديله واحده في نص وشه، والشيطان بسرعه بيحاول يضربه، ولكن الواد بيفاديه. الضربه بتيجي في جسمه وبيموت. بعد كده بيروحوا للينبوع الحار وبيستجموا فيه، ولكن الراجل العجوز اللي بيطلع لهم ده في كل حته برضه كان هناك. كان معاه طفلين وراجل تاني، والطفلين وهم بيتكلموا مع دورورو بيقولوا له ايه الخريطه اللي على ظهرك دي؟ الواد مستغرب ومش عارف ايه ده. بيروح على طول يسال العجوز علشان يتاكد من الموضوع. العجوز بيقول له شكلك كده ابوك وامك سابوا لك حمله ايه يا دورورو. ساعتها الواد بيفتكر ان امه ورت له برضه خريطه على ظهرها وقالت له احفظها كويس علشان ده طموح ابوك اللي ضحى بحياته من اجله، لازم تشيله من بعده وتقوم بحمايته. العجوز بقى بيقول له الخريطه اللي على ظهرك ديت من شانها تحرك الناس وتغير المواقع، ستصبح مصدر قوه كبيره في مواجهه الشر. بعدها بيسيبهم وبيمشوا وبيكملوا طريقهم، وهم ماشيين بيظهر من وراهم شخصين عجيبين وشكلهم مش طبيعي. دورورو بيتخض كده، واحد منهم بيختفي، اما التاني فكان ماسك فيه. الواد بيزعق وبيقول له هي كيميرو ده وحش اقتله بسرعه، ولكن هي كيميرو مش بيحس باي روح شريره فيه وما بيرضاش يقتله. بيكملوا طريقهم بعد كده وبيخشوا على مكان متكسر من كل ناحيه، وبيظهر لهم نفس الشخص اللي اختفى وبيختفي تاني. اما الشخص اللي كان شايل دورورو فبيختفي هو كمان، وده ايه المكان اللي كله رعب في رعب ده؟ ساعتها بيظهر لهم واحد وبيقول لهم غريبا انه يكون في مسافرين هنا، خلي بالكم علشان المكان ده خطر بالليل وبيتملأ بالاشباح، ولو حابين تعالوا عند البيت. بيعرف نفسه وبيقول لهم انا زعيم القريه الصغيره ديت. هي كيميرو لما بيشوفه حرفيا بيحتار لانه حاسس من روحه بالطيبه والخبث في نفس الوقت. المهم بياخدهم عنده البيت وبيقوم معاهم بالواجب وبيروحوا يناموا، ولكن وهم نايمين بيظهر لهم وحش وبيهجم عليهم. هي كيميرو بيقوم عليه ويقطعه ورايح علشان يخلص عليه، بس الوحش بيطلق عليه خيوط وبيقيد حركته وبيجري بسرعه علشان يهرب بعدها. بس على مين يابا؟ هي كيميرو قطع الخيوط وراح جابه الارض، لكن الوحش قام صارخ ونادى على امه، وهي كيميرو بيحس بروح شريره من الوحش التاني اللي ظهر، لكنها مش بتهاجم وبتاخد صغيرها على طول وبتهرب. وبتروح بعد كده عند الزعيم بيقول لها لازم الاطفال بعد كده يبقوا فرحانين، دول فارستين بحالهم. فبتقول له للاسف ما عرفناش ناكلهم، وده بسبب ان واحد منهم قوي جدا وشكلهم كده هيعذبونا. المهم تاني يوم دورورو بيقرر انه يروح القريه، وده علشان يجمع شويه معلومات. اما بقى هي كيميرو فبيقرر انه يراقب الزعيم، وفجاه بيفقد اثره وبيطلع له من وراه بيقول له ده افضل مكان بالنسبه لي علشان بشوف القريه كلها من فوق. وايوه هي كيميرو ماليش في المراقبه نهائي يا صديقي، هو شاطر بس في الحروب. المهم بنرجع لدورورو اللي قاعد بيتمشى لحد ما وصل لمكان اشبه بالمخزون. بيخش وبيشوف كميه هائله من المحاصيل، وفجاه بيكتشف باب سري وبيفتحه، ولكن بيطلع من وراه ناس وبيزقوه جواه وبيحبسوه، وهو جوه محبوس بيشوف نفس الوحش اللي كان هجم عليهم، ولكن المره دي اعداد هائله منه. الواد بيترعب وبيجري منهم علشان ما يتاكلش، ولكن الوحوش بتطلق عليه شباك فبيقع على الارض. بيشوف عظام كتيره والوحوش بتروح علشان تتغدى عليه، ولكن فجاه بيطلع لهم شبح وبيتراجعوا كلهم. ايوه ده نفس الشبح اللي شاله امبارح، وبيقول له انت كنت لطيف معايا وعلشان كده انا هنقذك. بعدها بيطلع اشباح من راسه وبتهجم على الوحوش. احد تلك الاشباح راح عند دورورو وورى له كل حاجه حصلت في الماضي، وهي ان الزعيم هو اللي قتلهم وحرق مكانهم علشان الوحش. اهل القريه ديت كمان كانوا معاه وبيساعدوه. الشبح بعدها بيقول له دورورو تعالى معانا نطلعك من هنا قبل ما الوحوش تصحى تاني، وفعلا الواد بيطلع. في الوقت ده بقى كان الزعيم نبرته اتغيرت وبدا يتكلم معاه يا كيميرو، بيقول له انا عارف انك جاي هنا علشان تقتل الوحش، ولكن انا مش هسمح لك، فالوحوش ديت هي جزء من القريه بتاعتي ومش هسيب حد يقرب لهم ايا كان. دورورو بيطلع اسلحته وبيقول له ما يفرقليش، انا اي شيطان هقابله مش هرحمه، هستعيد كل حاجه بتاعتي. بعدها بتهجم عليه مجموعه من الوحوش، وهي كيميرو بيشتغل تقطيع فيهم، لكن احد الوحوش بتعرف تمسك هي كيميرو وبتطير بيه وبتطعنه، بس الواد بيقطع ريشها وبيسقط ارضا فاقدا للوعي. ولكن في الوقت ده احد الوحوش بتهجم على القريه، والقريه كلها بدات تتحرق، المخزون كمان وكل المحاصيل باي باي. ودورورو كمان بيروح يدور على هي كيميرو، لما بيلاقي واقع على الارض بيفوقه وبيشرح له كل حاجه، بيقول له ان الاشباح هم اللي انقذوه، وكمان قال له ان الوحش الاساسي هو عرف مكانه، هو موجود في البحيره.
بسرعة. بطلنا فعلا بيروح لهناك على طول والوحش بيطلع له وبوم، في ثانية لا ثانية دورورو بيخلص عليه. الله، ده ايه السرعة ديت؟ وبعد ما خلص على الشيطان الواد بيستعيد عموده الفقري. بعدها بيعدوا على القرية وبيلاقوها متدمرة بالكامل، ودورورو بيقول له هي كيمورو احنا ما كانش لازم نعمل كده، ولكن الواد بيقول له انا مش مهتم، انا كل اللي عاوزه اني ارجع جسمي. دورورو قال له يعني ايه؟ يعني انت ما يهمكش غير قتل الشياطين ولا ايه؟ اللي انت بتعمله ده مش صح ولازم توقفه. وعلشان كده دورورو بيقرر ما يكملش معاه وبيسيبه ويمشي. هي كيمورو بيكمل طريقه وبيلاحظ اختفائه، ولكن متاخر. دورورو بقى وهو ماشي لوحده بيطلع عليه مجموعه من الناس وبيترأسهم واحد اسمه ايتاتشي، واللي هو كان صاحب ابوه خانه زمان. بيقول له فينك يا عم دوختنا عليك. بيطلع له نص الخريطه اللي كان مع عمه وبيقول له بعدها يلا وريني النص اللي معاك. دورورو اتصدم، بيقول له انت ازاي قدرت تجيبه؟ ايتاتشي ما ردش عليه وقال له يلا بسرعه ورينا النص اللي على ظهرك. دورورو بيخلع الهدوم بتاعته فعلا وبيقول له مفيش اي حاجه اهو ارتحت. ايتاتشي ما صدقوش وقال لرجالته هاتوا معانا. وفي ذلك الوقت كان هياكيمورو رجع علشان يدور على صاحبه، ولكنه طبعا مش بيلاقيه. بتعدي الايام وايتاشي بيقول له دورورو نام كويس علشان عندي ليك مهمه بكره، وهي انك تكمل الطريق اللي على الخريطه للمكان اللي عاوزين نروحه، وده لانه هو المكان اللي ابوك خبى فيه كل كنوزه. ابوك لما كان عايش انا كشفته وهو بياخد فلوس وبيعينها، بس مهما عملت وقتها ما قدرتش احدد المكان اللي بيعينها فيه. وبعد فتره كبيره لما لقيت نفسي محتاج فلوس قلت اما اجرب ادور عليها من جديد، كده كده مش خسران حاجه. وانا بقى ماشي في الطريق راجع على المكان اللي اتقابلنا فيه لقيت قبر هناك وحفرته، وللاسف طلعت امك واخدت نص الخريطه اللي على ظهرها. يلا بقى الدور عليك. دورورو لما بيسمعه بيتعصب جامد وبيقول له انت ازاي تعمل كده في قبر الناس؟ انت انسان معدوم الكرامه والرحمه. ايتاتشي ما بيهتمش بكلامه وبيقول له بكره نشوف. وبعد كده بيوصلوا لاخر نص الخريطه اللي معاهم، بيفكوا دورورو بيقولوا له اللي بعد كده تبعك، ولو ساعدتنا هنديلك حصه معتبره من الفلوس. ايتاتشي بقى كان بيبص على اي جنب كده علشان يشوف قوارب، ولكن مفيش اي حاجه. بيشوف كده قريه وبيقرر يروح لهناك، بس برضه القريه متدمره، الدم في كل حته. احد الجنود بينادي عليه وبيقول له لقينا قوارب ولكن كلها متدمره. وفجاه بيطلع لهم واحد وبيقول لهم انتم محتاجين قوارب مش كده؟ انا عندي شويه لو محتاجين تروحوا في حته. ايتاتشي بيرد عليه وبيقول له عاوزين نروح الجزيره اللي في وشك دي. الولد قال له خلاص تمام ولكن هتدفع ثمن الرحله. فقال له خلاص اتفقنا، بس بيساله عن اللي حصل لاهل القريه ديت وازاي ماتوا. الواد بيقول له كلهم ماتوا على ايد قطاع الطرق. دورورو بيحس كده ان الولد ده غريب وما بيستريحلوش. ايتاتشي بيقول له تمام بس انت هتاخد اجرك لما توصلنا لهناك. قال له مفيش مشكله تعالى ورايا يلا. بيركبوا كلهم وايتاتشي مستغرب وبيقول له فين المجاديف يا عمنا؟ رد الولد وقال له مين قال لك ان انا محتاجهم؟ بوم، بتتحرك المركبه فجاه وبيبصوا تحتهم بيلاقوا سمكتين قرش بتسحبهم. دورورو بيقول له هو ايه اللي حصل لدراعك؟ الولد قال له اديتها لسمكتين القرش علشان كانوا جعانين لدرجه ان انا اشفقت عليهم. الكل طبعا مستغرب من الولد ده وبيقول لهم انا مش ندمان على اللي عملته علشان اسماك القرش هم اهم حاجه في حياتي، ولكن المشكله ان هو اتعود على لحم البشر وما بقوش بيرضوا ياكلوا اي حاجه غيره. اوبا، هنا الولد بيبان على حقيقته. بيقول لهم في الاول اكلتهم جثث القرويين وبعد كده بدات اكلهم نساء واطفال، وكل اللي اشوفه كل يوم حجمهم كان بيزيد وبقوا يقدروا ياكلوا قريه كامله. دورورو طبعا مصدوم من اللي بيسمعه وبيقول له يعني انت اللي عملت كل ده في القريه؟ قال له ايوه انا كذبت عليكم في الاول ومفيش قطاع طرق ولا بتنجان. ايتاتشي بقى بيلاحظ ان هو بيبتعد عن مكان الجزيره اللي هم عاوزينها، والولد بيقول له هو انت لسه ملاحظ يا غبي؟ ايتاتشي بقى بيطلع السيف وبيقول له رجعنا. ساعتها الولد بيصفر علشان القاري بيقف فجاه، بينادي بعدها على الاسماك وبيقول لهم جبت لكم عشاء الليله ديت. وبوم، وواحد منهم بيقلب القارب الاول وفي ثانيه بياكلوهم كلهم. واحد من القروش كان جايب للولد دراع علشان ياكلها، والولد بيقول له هاكل انا بعدين، اهم حاجه انت. ساعتها ايتاتشي كان هيضربه بالسيف ولكن القرش بيهجم عليه وبيجرحه في دراعه. الولد بيقول للسمكتين لو اكلتهم كلهم دفعه واحده بطنكم هتوجعكم. لا طيب يلا، وعلشان كده هنخلي القارب التاني ده نتعشى بيه. بعدها بيسيبهم وبيمشي وهو حاطط عليهم احد القروش كحراسه علشان ما يهربوش. وواحد من الجنود بيمسك خشبه وبيحاول يحرك السفينه بس السمكه بتمنعه. ايتاتشي بقى بيقول يعني انا هربت من الساموراي وجاي هنا علشان اموت من اسماك القرش؟ ده ايه الحظ ده؟ كل اللي على القارب هم كمان بيستسلموا وخلاص مستنين موعد العشاء، الا دورورو اللي بيقول لهم طول ما احنا عايشين يبقى قدامنا فرصه وما ينفعش نستسلم. ايتاتشي بيدخل معاه على الخط وبيشجعهم. طب ايه اللي في ايدينا يعني نعمله؟ دورورو بيربط نفسه بالحبل وبيقول لهم انا هنط واحاول استدرجه، واول ما اديلكم الاشاره اسحبوا الحبل بكل قوتكم، والقرش طبعا هيجي ورايا هيحاول يمسكني، ساعتها اطعنوه بسيوفكم في وقت واحد. ودورورو شكله اكتسب الشجاعه من خلال رحلته مع هياكيمارو. بالفعل بينط في الميه وفعلا القرش بيهجم عليه على طول، وبسرعه الرجاله بيسحبوه بينجحوا انهم يطعنوا القرش ويقتلوه. كلهم طبعا كانوا فرحانين، بس دورورو بيقول لهم وقت العشاء قرب، يلا نمشي من هنا بسرعه قبل ما التاني يرجع.
بالفعل ايتاتشي بيأمر جنوده يجيبوا الواح من القارب اللي اتدمر، وبيأمر جنوده يستخدموها كمجادف علشان ينجحوا يوصلوا بيها للجزيره الثانيه. الولد والقرش الثاني بيجوا علشان يتعشوا، ولكن بيلاقيهم اختفوا. بيمشي ورا الدم وبيلاقي القرش الاول ميت ومحطوط على الجزيره دي. بيجري عليه علشان يعرف اللي حصل له، ولكن ايتاتشي بيطلع له بيقول له خلصت يا معلم، انت خلاص انتهى امرك. بيحاصروه بياخدوه يعذبوه، والدرورو بيقول لهم كفايه كده هتموتوا الولد ده. في اللحظه ديت ايتاتشي بيأمر جنوده برميه، وبيقول بعدها لدرورو مش يلا بقى ولا ايه؟ درورو استغرب وبيقول له انت عاوز ايه؟ ايتاتشي قال له اكيد عايز اعرف مكان الفلوس، انت حد ضحك عليك وقال لك انها بطيب ولا ايه؟ يا ابن اللذينه، يعني ده رد الجميل حق ما انقذكم؟ ده انتم زباله والله. درورو بيقول له انا ما اعرفش اي حاجه. ايتاتشي قال له خلاص انا هخليك تتكلم غصب عنك بطريقتي. الواد بيقول له بس ما فيش حاجه على ظهري، هتعمل ايه؟ ايتاتشي قال له ما يمكن تكون في اي حته تانية. وبينما هو بيبحث بيلاحظ ان الخريطه بتبان لما جسم درورو يتعرض للحراره. ايوه كده خلاص اخد اللي هو عاوزه. على طول بيرسم النص التاني من الخريطه وبيربط درورو بيتجهوا الى مكان الكنز. نروح بقى لهياكيمارو اللي بيلاقي وحش وبيهجم عليه وبيقطعه. الدكتور اللي كان ساعد هياكيمارو هو كمان موجود في نفس المكان، وبيروح يحتضنه وبياخده معاه. بيمسحه من الدم وبيتصدم من الجلد اللي بقى على وشه. هياكيمارو كمان بيبتسم، والدكتور اتصدم اكتر وقال له طب تقدر تسمعني؟ هياكيمارو رد عليه وقال له انا سامعك كويس. قال له وبتتكلم كمان؟ ده ايه الحلاوه ديت؟ بس اكيد لسه مش بتشوف. الواد قال له بس بحس كويس، وعلى طول كنت حاسس بيك وبحنيتك عليا. بعدها بيحكي له كل حاجه حصلت له في الرحله من اولها لاخرها. اخيرا بيقول للدكتور ان هو عاوزه يعمل له ساق جديده علشان القديمه اتكسرت، ولكن الدكتور ما بيرضاش وبيقول له لا. بيقول له انا لو عملت لك الساق ديت فانت هتروح تقتل الشياطين من تاني علشان تستعيد جسمك، لكن في المقابل حيوانات ناس تانية كتير هتتأذى، انا مش هينفع اساعدك تاني. هي كيميرو حرفيا بيتصدم ومش عارف هيعمل ايه. صخره كبيره كده كمان بتنزل على المكان اللي هم فيه وبتحبسهم جوه. شكلهم كده اتحصروا ولا ايه؟ في ناحيه تانية ام هي كيميرو ما بتكونش ماتت لسه، بل اخدوها واتعالجت وفاقت من اللي حصل. الدكتور كمان بيطمنهم على حالتها وبيقول لهم ان حالتها دلوقتي خلاص مستقره. دايغو بقى بيقول لها اياكي تعملي تصرفات غبيه زي ديت مره تانية. بيسيبها وبيطلع بيجي له بعدها احد الجنود واللي جايب له معلومات بخصوص هي كيميرو. بيقول له احنا عرفنا مكان الطفل اللي كان معاه، ودايغو بيبلغه يخلي تاهومارو يتكلف بامره. ولكن في ذلك الوقت تاهومارو ما كانش موجود في القريه، ده كان موجود في مكان تاني وعمال يتدرب علشان لما يقاتل هي كيميرو تاني يقدر يخلص عليه. نرجع تاني لبطلنا اللي بيحفر وبيحاول يصنع مخرج، والدكتور بيقول له ما تخافش، فينا فتحات تهويه وميه واكل هيكفونا فتره حلوه. وبقول لك صحيح، هو انت عاوز جسمك رغم ان الجسم البشري ممكن يكون عائق كبير ليك، فبالنسبه للقوه اللي عندك دلوقتي فانت افضل كتير. هي كيميرو بيقول له ايوه انا عاوزه علشان ده يخصني، وعلشان كده هبيد الشياطين عن بكره ابيهم. الدكتور بيقول له صحيح ان ده جسمك ويخصك، بس انت في رحلتك ديت مش هتقتل الشياطين بس، ده انت هتقتل امك وابوك واخوك كمان. ساعتها جسمك اللي هتستعيده ده هيكون ملطخ بدماء البشر، ووزر تلك الدماء هيكون اثقل بكتير من اي طرف صناعي، وكل اللي هيتفضل جنبك جثث هامده وهتكون وحيد ومش هتعرف تعيش بالذنب ده على كتفك. هي كاميرو بيقول له انت غلطان، في واحد معايا هيفضل على طول بس هو مش موجود دلوقتي. وطبعا هو يقصد درورو بالكلام يا صديقي. بعدها بينجح فعلا يعمل فتحه في الصخره ديت وبيعدي منها. اول ما بيخرجوا بيلاقوا وحوش كتيره مستنياهم، وهي كاميرو بيقطعهم بكل سهوله. الدكتور لما بيشوفه بيقول الشخص اللي كنت عاوز انقذه هو الرضيع المسكين، لكن اللي انا عملته خليت الطفل ده وحش ما بيرحمش. في الوقت ده هي كاميرو بيعرف مصدر الوحوش وهو الشجره دي، بيروح ناحيتها وبيقضي عليها. وبعدها الدكتور بيودع هي كاميرو بيقول له طالما في حد معاك في رحلتك فالشخص ده ممكن يرجعك ويخليك تفضل انسان. ساعتها بطلنا بيساله عن اسمه، والدكتور بيقول له مش لازم تعرف، انا مش حد. الواد قال له لا، انت اللي كنت بتعتني بيا وربتني من لما اتولدت، انت بالنسبه لي كنت العيله بتاعتي بالكامل. الدكتور طبعا بيتاثر بكلامه وما كانش مصدق اللي اتقال. بعدها هي كاميرو بيتحرك من مكانه وبيوصل لنفس القريه اللي فيها درورو، وفي الجهه الاخرى تاهومارو بيجهز جيش علشان يروح ويخلص على اخوه. فيا ترى هيقدر يعمل كده ولا ايه؟ نرجع للولد اللي بيأمر القرش الحي ياكل الميت، فبيتحول بعد كده لوحش اكبر وبيصبح حجمه ضخم جدا رايح علشان ياكل درورو، ولكنه بيفلت منه بالحظ. بعدها بيوصل هياكيمارو علشان ينقذه، ولكن الوحش مش بيموت. درورو مستغرب ان هو ما ماتش، وهياكيمارو بيقول له ده شيطان. الوحش بعد كده بيهجم على هياكيمارو وبينجح ان هو يعضه بس في رجله الاصطناعيه، وبعدها الواد بيغصه في عينيه وبيضرب كمان السيف في قرن الوحش علشان يثبت فيه ويعرف يضربه. اخيرا بينزل عليه بطعنه جابته الارض. بعد كده بقى الواد بيروح لدرورو وبيقول له قلقتنا عليك يا عمنا. الواد طبعا كان فرحان ومش مصدق ان هو رجع له من الاساس، ولكن في الوقت ده درورو بيستعيد ساقه اليسرى، وايوه كده خلاص هيرجع يقاتل بقوه من جديد. درورو بقى بياخده بسرعه وبيقول له يلا نلحق الكنز بتاع ابويا، والا لو اتاخرنا فكل اللي سابهولي هيضيع.
في الوقت ده كان ايتاتشي وجماعته وصلوا لمكان الكنز ودخلوا جواه، لكن وهم ماشيين وقعوا في فخ وجثثهم اتنطورت في كل مكان. الجنود طبعا كانوا خايفين، قام ايتاتشي قايل لهم اللي خايف يرجع، يالا جبان منك ليه؟ لا اما نحصل على الكنز او ندوس على الفخاخ كلها ونموت. ايوه ايتاتشي ما عادش شايف قدامه غير الفلوس وخلاص. بيشوفوا كلهم من بعيد اسطول من السفن جاي عليهم، وده هو تاهومارو اللي بيوصل لليابسه، وواحد من الجنود بيقول له لقينا سفينه هياكيمارو وكمان في قارب غريب لمجموعه تانية. تاهومارو بيقول له ما يهمنيش، ما فيش حد هيهدد سلامه القريه واسيبه على قيد الحياه، يلا بينا يا رجاله، ومش عاوز اي حد يطلع من الجزيره ديت حي. ايتاتشي بقى عرف انهم ساموراي من قريه دايجو، بس مستغرب اللي جابهم هنا. واحد من اللي معاه بيقول له مش يمكن جايين علشان الكنز هم كمان؟ جنود تاهومارو بيضربوهم بالسهام، وايتاتشي واللي معاه بيجروا. دورورو وهياكيمارو بيحاولوا يلاقوا مكان يستخبوا فيه، والجنود كانت تضربهم بالسهام، بس دورورو رماهم بالحجاره وفعلا قدروا يهربوا منهم فتره. بيلاقوا ايتاتشي والعصابه اللي معاه مستخبين هم كمان، وبيقول له ما تخافش، كنز ابوك لسه هناك على الجبل والمكان كله مليء بالفخاخ، لو الساموراي دول ما جوش كان زماني خدته. دورورو بيقول له هو ده وقته يا عم، احنا بنموت ولازم نهرب. هياكيمارو بيقول له ليه ما نفجرش المكان كله على بعضه؟ ايتاتشي عجبته الفكره، بس قرر ان هو يخدعهم، وده عن طريق ان هو لبس احد اتباعه نفس لبس الجنود ويمثل ان هو معاهم ومرمي على الارض. بيقول لهم خلي بالكم العصابه ديت معاها متفجرات، وبيحصل بعدها تفجير من اعلى الجبل، وده علشان احد الجنود يروح يجيب الجنود اللي على الشاطئ من اجل الدعم، وبكده يقدروا يهربوا بالقارب. لكن هو تاهومارو اهبل، ما مشيتش عليه الخدعه ديت، والواد بيحاصرهم، واول جمله بيقولها اهلا بالشيطان اللي بيهدد قريتنا. هياكيمارو بسرعه بيسحب سيفه وبيهجم عليه، بيقفز عليه احد اتباع تاهومارو بيكسر الارض. هياكيمارو بيقع بس بيتمسك بالجبل، بيضربوا عليه سهام الى انه فداها كلها. ايتاتشي هو كمان بياخد دورورو ويهرب بالجنود اللي معاه، وبيسيب هياكيمارو يحارب اخوه وجنوده كلهم، واللي بيقدر ان هو يتفادى كل ضربات الجنود، وبعدها بيستخبى ورا شجر علشان السهام ما تجيش فيه. ولكن احد الجنود قدر ان هو يسيب هياكيمارو في ظهره من فتحه صغيره في الشجره، بيسقط وبيهجم عليه جندي تاني، ولكنه بيتصدى له، سيفه اتكسر من قوه الضربه. هياكيمارو بيسحب سيفه التاني وبيستهدف اخوه، وبيقول لهم انتم بالنسبه لي اعداء، مش هتنجوا بفعلتكم. اخوه بيقول له هكسر لك سيفك التاني. الاتنين نازلين ضرب في بعض، وقتال الاخوه اصبح على اخره. اما بقى دورورو فكان مع ايتاتشي اللي بيحاول يهرب بيه، ولكن وهم ماشيين ايتاتشي بيشوف اصنام نفس اللي كانت مرسومه في الخريطه، بيروح هناك وبيحاول لسه يدور على الفلوس. ويا عم بطل بقى، بس الجنود بتوصل للمكان وبتغربلهم بالسهام، ودورورو بيستخبى ورا التماثيل، بيقول انا خلاص ميت، ولكن سبحان الله الواد هو ساند على التماثيل بتوعها كلها على الجنود. وبعدها بيروح لايتاتشي واللي كان خلاص بيودع، بيقول له خلينا بص بصه سريعه على الفلوس. يا جدع ارحمنا، ده انت بتموت يعني. دورورو بيحاول يمشي بيه، بس جنود دايغو قربوا منهم خلاص وشكلهم هيموتوا. وفي وسط كل ده الواد بتاع القروش وصل، وفي ايده متفجرات بيفجرها علشان ينتقم منهم. بيحصل تدمير كبير للجبل، وايتاتشي ودورورو بيقوموا بيلاقوا نفسهم قدام الكنز اخيرا، وبعدها بيموت ايتاتشي من قبل ما يلمسه حتى، ما لحقش يتهنى عيني. بيقرر دورورو بقى يسيبه في مكانه، وده احتراما لرغبته الاخيره في البقاء بجوار الكنز. بياخد شويه فلوس معاه صغيره كده علشان يعرفوا يكملوا رحلتهم. وده انت غلبان قوي يا عم وعامل لي فيها نصاب، يا جدع ما كنت تاخدهم كلهم. اما بقى تاهومارو فبياخد جنوده وبيتراجع بعد الانفجار، وبكده بيتوقف القتال بتاع الشقيقين مؤقتا. بعد حادثه الجبل وانسحاب تاهومارو اصبحت الاوضاع في قريه دايغو غير مطمئنه للغايه، فالقرى اللي على الحدود اصابها الجفاف والجوع والاوبئه. اما هياكيمارو ودورورو فبيروحوا عند حداد علشان يظبط لهم السيفين اللي اتكسروا، وبعد فتره السيفين بيكونوا خلصوا وبينطلقوا في رحلتهم مره تانية. وهم في الطريق بيظهر لهم راجل سمع انهم بيدوروا على الوحوش علشان يقتلوهم، وبيقول لهم انا برضه هنا علشان اقتل الوحوش. كمان بيعرف لهم عن نفسه وبيقول لهم اسمي السابورتا، وبقالي نص سنه بطارد الوحوش، بس الوحش اللي هنا قوي جدا وانا واجهته اكتر من مره بس هزمني، ساب فيا الاثار دهيت. دورورو بيقول له ليه لسه بتطارده بعد اللي عملوا فيك ده؟ بيقول له علشان اكل امي ولازم انتقم منه. بعدها بياخدهم على مكانه وبيقول لهم الوحش بيظهر هنا في ايام معينه، والنهارده احد هذه الايام. بيظهر لهم الوحش فعلا، وهياكيمارو بيستشعر منه روح الشيطان، فبينطلق عليه وبيتفادى اول ضربه، وفجاه افعى كبيره بتهجم على دورورو وهياكيمارو بينقذه. الراجل اللي اخدهم على المكان هو كمان بيهجم على هياكيمارو، بس الواد بيتصدى له. ده ايه المدعكه اللي بتحصل هنا ديت؟ دورورو بقى بيقول له انت بتعمل ايه يا عم انت؟ مش دي الوحوش اللي اكلت امك؟ ليه بتحارب معاها؟ رد عليه الواد وقال له انا لو قتلت الوحش امي مش هترجع للحياه، علشان كده باخد ناس تانية وبخلي الوحش ياكلهم، وبمجرد الناس مع صرخاتهم ده بيريحني جدا. الله يخرب بيت دماغك، الواد ده مجنون رسمي. الوحش بقى بينقض على دورورو بس هياكيمارو بيلحقه، وبعد كده الوحش بيصطدم بالصخره وبيقعوا كلهم من على اعلى الجبل. دورورو بيفوق ودراعه محشوره ما بين الصخور، وفجاه الارض بدات تطلع ميه. هياكيمارو بيحاول يسلك ايديه ولكن من غير فايده، مستوى الميه بدا يعلى والواد خلاص هيغرق. هياكيمارو مش عارف يعمل له حاجه، ومن حيث لا تحتسب بيظهر لهم الراجل العجوز الاعمى، بيقدر يطلع دورورو بسرعه قبل ما يموت. بعد كده هياكيمارو بيسيب دورورو مع العجوز وبينطلق
بينطلق على الوحش على طول. الوحش بينقض عليه ولكن هيكيمورو بيغرز السفين فيه وبيجرحه. الواد نازل تقطيع فيه من رجله لوشه وهاتك يا دعك، خلاص هيفنش الوحش، ولكن السابورتا بيجري عليه وبيمسكه والسفين بيخترق ايده. بيقول لي هيكيمورو لطالما اردت ان اصبح مثلك، ولكن فات الاوان على ذلك. بيخلي الوحش يلتهمه وبعدها الوحش بيصبح اكثر قوه، بيطلع له كمان جناحين، بيهجم على هيكيمورو تاني بس اختار الشخص الغلط. الواد بيقطعه تقطيع ودرورو بيوصل للمكان وبيشوف هيكيمورو وهو بيقضي على الوحش، لكنه ما بيستعدش اي شيء من جسمه. الواد جنونه بيكمل تقطيع فيه وبيقول له ليه رجع لي جسمي ده يخصني. خلاص الواد حرفيا يأس وعايز جسمه باي طريقه، لكن درورو بيمسكه بيهديه، ويبدو ان احد الشياطين ال 12 لم ينجح في التهام اي جزء من هيكيمورو، وعلشان كده لما هيكيمورو بيقتل اي شيطان ما بيستعدش اي حاجه، لان الوحش اللي فشل في التهام اي شيء لما شيطان تاني بيموت بياخد منه الجزء اللي كان واخده من هيكيمورو، وبالتالي الجزء ده انتقل لوحش اخر وما فيش اي حاجه بترجع له. هيكيمورو طبعا بيفهم ده لما قتل الوحش الاخير، بيقرر ان هو يرجع لضيغو علشان يستعيد باقي جسمه. هما ماشيين درورو بيقول له انا مش مطمن من موضوع اننا نرجع ده. هيكيمورو بيقول له مش مهم، لازم استعيد جسمي الموجود في دايغو. وعلى صعيد اخر ابو هيكيمورو بتجيله تقريرات مخيفه، وهي ان في اوبئه جديده بدات تظهر في قريتين تحت امرته، فبيؤمر الجنود بحرقهم علشان الوباء ما ينتشرش في القرى اللي جنبهم. وبيجيله كمان خبر ان جيش اساكورا زاد جدا عن اخر مره، المصائب تتوالى تباعا، فبيبدا دايغو في تجنيد جميع رجال اهل القريه استعدادا للحرب. وبعدها بيجي الخبر الصاعق اللي ما كانش حد حابب يسمعه، وهو ان هيكيمورو راجع للقريه مره تانية، وفي نفس الوقت اللي هيرجع فيه هتبدا الحرب مع جيش اساكورا. فساعتها بيقرر هيكيمورو ان هو يروح ويخلص عليه بنفسه. الواد ده شكله ما حرمش من اخر مره، ابوه بيديله الاذن وبيقول له ارجع لي سليم. نرجع بقى لهيكيمورو ودرورو اللي ماشيين في طريقهم، وبيقابلهم راجل كده بيقول لهم لو انتم مش من سكان دايغو فارجعوا احسن لكم علشان الحرب على وشك انها تبدا. هيكيمورو بيكمل طريقه ولا كانه سامع حاجه. الراجل بيمسك ايده كده، فبطلنا بيتعصب وبيحط السيف في وشه مباشره، بيقول له ابعد عن طريقي احسن لك. ايوه الواد ما عادش فارق معاه، اي حد هيقف في طريقه هيخلص عليه. الراجل بياخد بعضه وبيجري وندم ان هو نصحه من الاساس. درورو بقى بيقول له هو انت ما سمعتش هو بيقول ايه؟ ده في حرب يا عم انت، تعال نرجع ونيجي في وقت تاني. ولكن هيكيمورو مصمم ان هو يكمل طريقه. الواد بقى بيقول له انت حر بس انا مش هقدر اجي معاك. هيكيمورو بيقول له ليه؟ ده هم اللي سرقوا مني كل حاجه، انا زي اي واحد عايز يلمس بايديه ويشوف بعينه ويحس برضه. درورو ساعتها بيتاثر بكلامه وبيقرر يروح معاه. طول الحرب ما بين دايغو واساكورا على وشك انها تقرع، وكمان تاهومارو بيوصل لمكان اخوه بيضربه فجأة بالسهام، فبتنكسر ايده الاصطناعية. هيكيمورو بيعرف ان اخوه هو اللي قدامه، بيقول له درورو سيبني عليه. درورو بيقول له ده اخوك الاصغر منك. بطلنا قال له لا، ده ناداني بالشيطان. وبعدها بيبدأ القتال، الثلاثة بيهجموا على هيكيمورو اللي بيتفادى كل ضرباتهم. على طول بيقرر ان هو يتخلص من صاحبة السهام علشان يقاتل بأريحية. بيقطع لها دراعها وايد الجندي الثاني، وانتم عارفين انتم بتلعبوا مع مين ولا ايه؟ بعد كده خلاص كان هيقتلها، ولكن تاهومارو بيمنعه، بيهجم عليه وبيضربه ضربه من هنا وتصد من هنا، والاثنين نازلين طحن في بعض. هيكيمورو بيدي لاخوه واحده في بطنه فبيقع. بعدها بينقض عليه بالسيفين علشان يخلص عليه، ولكنه بيتحرك في اخر لحظه. بيستمر القتال واخوه بيطلع له خنجر كان هيجيب بوشه، ولكن هيكيمورو بيتفاداه بكل حرفنه، بيعوره في وشه من تاني، علم عليه يعني. اخوه بيستفزه وبيقول له انت شيطان، انت لعنه على دايغو، انا احرص اني اخلص عليك حتى لو ده هيكلفني حياتي. ولسه القتال هيبدا من تاني، ولكن بيجي لهم سهام في قنبله بتفجر المكان. ايوه جنود دايغو وصلوا، وده معناه ان دايغو كان عامل حسابه وبعت دعمه ورا ابنه علشان لو حصل اي حاجه يساعدوه. وواحد من الجنود راح عليه بالحصان ومحمل بالمتفجرات وبيولعها وبينط من عليه وبيضربه بالسهم، فبيسقط امام هيكيمورو وبينفجر. الانفجار بيدمر المكان والواد بيسقط من على اعلى الجبل، شكله خلاص هيودع. بعدها الجنود بياخدوا درورو معاهم، وتاهومارو بيقول لهم انتم بتعملوا ايه؟ الجندي قال له الزعيم كلفني بالمهمه ديت في السر، يلا ننسحب من هنا. الواد قال لهم انا مش ماشي من هنا غير لما اخلص عليه. الجندي بيقول له دي اوامر والدك، لكن تاهومارو بيرفض، فبيضطر الجندي ان هو يخدره وياخده معاه، وبياخدوا كمان درورو معاهم علشان يوجهوا لهيكيمورو الضربه القاضيه من خلاله، واللي طبعا بيكون نجا من الانفجار ومش بيلاقي اي حد بما فيهم درورو، فبيصرخ من الغضب عازم ان هو يستعيده منهم مهما كلفه الثمن. ولكن فجاه جنبه الحصان اللي مات بيصحى من تاني، ولكن بيصحى كروح شريره ناويه تدمر المكان بالكامل. نروح بقى لدرورو واللي حطوه في السجن، وبعدها سابوه مشوا، بس
بس فجأة بتروح لأم هيكيمورو في السر وبتفتح له الباب وبتهربه. بتقول له احكي لي عن رحلتك مع ابني وكل اللي حصل معاك. قال لا حتى لو عرفتي في وقت زي ده هتعملي ايه؟ انت نسيتي انت قلت له ايه؟ ازاي يتحمل شخص تركته امه اللي مفيش غيرها؟ كلام زي اللي قلتيه ده. انتم سلبتوا منه كل حاجه ومع ذلك لسه بيقاتل من غير يأس، وده علشان يستعيد بس اللي يخصه. المهم جنود دايغو بيجوا فبتخبي الام ضرورو منهم بسرعه. الام عامله نفسها من بنها وبتأمرهم يمشوا وبتنجح انها تهرب الواد. في الجهه الاخرى تاهومرو قاعد متعصب من اللي حصل ليه وللجنود، وبيجي له خبر ان الجنديه اللي معاه واللي مصابه بالوباء اختفت. ضرورو بقى وهو ماشي بيلاقي ام هيكيمورو ماشيه وراه وبتقرر انها تروح معاه، فبيقول لها انسي ان هو هيسامحك. بتقول له انا عاوز اقابله مره تانية وساعتها وللمره الاولى ممكن اعرف ايه المطلوب مني. البحيره اللي كانوا فيها الميه بتمشي فيها بسرعه وبيصطدموا بكومه خشب وبيسقطوا في القاع. بيصحى ضرورو بيلاقي نفسه قدام العجوز الاعمى وعلى طول بيسالوا عن الام. العجوز بيعرفه مكانها وبيروح لهناك فعلا وبيلاقيها بتساعد المرضى. الناس بتطلب منها ترتاح ولكن برضه بتساعدهم. وفي الوقت ده بيجي لهم خبر بان الشيطان ظهر وبدا يقتل في كل الناس والجنود اللي على الحدود، وطبعا الكل بيشك ان هو هيكيمورو. علشان كده بتروح الام وضرورو على المكان اللي الشيطان ظهر فيه ويتاكدوا اذا كان هيكيمورو ولا لا. نروح بقى لبطلنا واللي واخد حصان اخر جمدان، والحصان قوته مش طبيعيه. الجنود بتحاصره ولكنه بيقطع فيهم وكانه بيقطع خضار. اما بقى الجنديه اللي اختفت فخدت حصانها وراحت لقاعه الجحيم. بتنادي على الشياطين وبالاخص الشيطان اللي معرفش ياخد حاجه من جسم هيكيمورو. بتقول لهم بسبب العقد اللي مكملش انا هنا علشان اكون بديل عنه، خدوا مني جسمي وفي المقابل احموا البلد والشعب كله. لا وافيه يا بنت. تاهومرو بيوصل قبل ما البنت تعمل العقد اصلا، بس الشيطان ما كانش وافق اساسا. وبنكتشف ان العقد اللي ما بين دايغو والشياطين مش هيتحقق الا بحضور وارثي دايغو واللي هو جسد هيكيمورو. رجع بالي بطلنا اللي بعد ما خلص على كل الجنود بيكمل طريقه. بيطلع له اخوه قدامه مع محاربينه وايديهم رجعت كمان. عين تاهومرو هي كمان رجعت له، ومش عين واحده بس، دول اتنين. الله يخرب بيتكم انتوا هببتوا ايه مع الشياطين؟ يبدو ان الشيطان اعطاهم جزء من قوته. هيكيمورو بقى بيحس بالعينين بتوعه عنده تاهومرو والجنديين وكل واحد واخد دراع من دراعاته. بيتعصب وبيهجم على اخوه بيقول له ليه اخدتهم؟ دول بتوعي انا. اخوه بيقول له من اجل الحفاظ على العقد وحمايه دايغو للابد انا هستولي على جسمك يا هيكيمورو. الثلاثه نازلين في هيكيمورو طحن وبيقولوا له احنا جينا نستعيد جسدك اللي يخصنا احنا. اخوه بيقول له لو ما كنتش عملت كده البلد كانت هتتدمر، بل هي اصلا على حافه الدمار، وده بسبب فسخك للعقد مع الشياطين. علشان كده هنلتهم لحمك ودمك وكل حاجه فيك، وده من اجل البلاد وشعبها. ده الوطنيه اللي ناحت عليكم دي. هيكيمورو بيصرخ عليهم وبيقول لهم ازاي بتعملوا كده؟ بيهجم على اخوه لكن اخوه بينجح ان هو يصيبه. في الوقت ده ضرورو بيوصل لارض المعركه ورايح علشان يوقفه، بس العجوز بيقول له اياك، وده لان هيكيمورو حاليا مش هيتعرف عليك. الجنود اللي هناك فيهم حاجه غريبه. الفرس اللي معاه هيكيمورو هي كمان بتهجم على الجنديين وبتجيب واحد منهم الارض وبتدوس عليه، ولكن فجاه بيظهر ابنها المهر الصغير. الجنود بيستغلوا الفرصه وبيطعنوها، ولكن على مين؟ الفرس راحت مطيره راس الجندي وطيرت نص جسم المحاربه، لكن وبسبب قوتهم الشيطانيه مش بيموتوا في الحال. بيطعنوا الفرس وقتلوها وبعد كده بيموتوا هم كمان. تاهومرو بيصرخ من الالم بسبب ان هو فقدهم. ايوه هذا هو شعور فقد شيء يخصك يا تاهومرو. دوق يا عم شويه من اللي اخوك ده طول عمره. وطبعا بما ان الجنديين ماتوا فهيكيمورو بيسترجع دراعاته الاثنين، وقبل ما يفرح بيهم تاهومرو بيهجم عليه على طول. الواد بيمسك السيفين في ايديه وبيتصدى لاخوه، بيطير اخوه بعيد. فجاه بيسمع صوت امه وهي بتناديله فبيخبي السيفين ورا ظهره. الام رايحه تكلمه ولكن اخوه منعها. بيقول لها ازاي قلبك لسه متعلق بيه حتى هذه اللحظه؟ ده مصيبه وحلت على بلدنا. ساعتها هيكيمورو بيستغل الفرصه وبيهرب من المكان، بس اخوه راح وراه ومش ناوي يعتقه. بيلحقه وبيبدا القتال مره ثانيه، ضربه من هنا على ضربه من هنا والقتال مولع. هيكيمورو بينجح ان هو يعور اخوه تحت عينيه وخلاص هيديله الضربه القاضيه، ولكنه بيتفاداها وبيجري منه. وهيكيمورو بسرعه انطلق وراه. اخوه بيروح للقلعه وكل الناس اللي هناك في دهشه من اللي شايفينه في وشه. بيأمرهم باخلاء القلعه بسرعه علشان في شيطان جاي وراه. بطلنا بيوصل واخوه بيكون مستنيه وبيقول له لو عندك اي كلمات اخيره قبل ما تموت فقولها دلوقتي. هيكيمورو راح داخل عليه من غير ما يفتح بقه بكلمه وبيبدا القتال مره ثانيه. بينجح ان هو يسقط اخوه، ولكن الاخ بيقوم بسرعه وبيتصدى لضرباته. هيكيمورو بيهجم عليه ولكن بسبب طول ايديه السيف بيعلق في السقف. اخوه استغل الفرصه ديت وبيديله واحده، ولكن بطلنا بيتفاداها بسرعه. اخوه بيقول له دي القلعه اللي انت اتولدت فيها، هتموت فيها وهي بتتحرق. هيكيمورو بيتعصب وبيقول له رجع لي اخر ممتلكاتي وانا اسيبك. اخوه بيرفض وبيستمر القتال. ايوه بيستمر في وسط النيران التي احرقت القلعه بالكامل. نروح بقى لضرورو اللي بيسال الراجل العجوز ازاي اقدر اوقف هيكيمورو. رد عليه وقال له يبدو ان على احد الطرفين ان يموت كي يتوقف القتال. وواحد من القرويين اللي واقفين
واقفين معاهم بيقول لهم يعني لو هي كيمارو سلم نفسه للشياطين فالبلد هترجع تزدهر مرة تانية مش كده؟ دورورو اتعصب وقام نازل عليه بالبوكسات بيقول له هي كيمارو بيكافح علشان يستعيد جسمه، اما انتم مش بتختلفوا اي حاجة عن الساموراي او الشياطين ذات نفسهم. بيمسكوا واحد تاني وبيقول له اهدى يا عم انت كده شوية، احنا برضه بنفكر زيك، لكن لما تيجي تقارن ما بين هي كيمارو والبلد كلها فالبلد طبعا اهم. بتعقب عليهم الام وبتقول ايوه يا دورورو هو ده الكلام الصحيح، ولكن اقامة سلام للبلاد وازدهارها على تضحيات ناس تانية فده وصمة عار. انا مش هقدر اوقف هي كيمارو، ولكن على الاقل ممكن اقدر اساعده. دورورو بقى بيقول لهم اذا اردنا حماية شيء او الحصول على شيء ما فعلينا فعل ذلك بايدينا، يجب ان نتمسك بما يخصنا ولو زحفا على الارض. ايوه كده ادي ما ترحمهمش، عيل ابن يومين بيديلهم الدرس التمام. المهم المعركة ما بين دايغو واساكورا لسه شغالة، ودورورو والناس اللي معاه بيشوف القلعة بتتحرق، بيعرف على طول ان هي كيمارو هناك وبيقرر يروح له. الام هي كمان بتروح وراه، وده لان الاتنين اللي بيتقتلوا هم اولادها. وفي الوقت ده بيوصل الدكتور للقلعة وبيقول حان الوقت للقيام بما هو مطلوب مني، الكل بقى ضدك يا هي كيمارو، يا لحياتك الصعبة يا بني، فجل ما تتمناه واقصى احلامك هي ان تكون كما سائر البشر العاديين، ان تستعيد جسدك، ولكن الناس استكترت عليك ده. نرجع بقى لهي كيمارو واخوه اللي لسه بيتقتلوا. اخوه بيفتكر الجنديين اللي ماتوا بيهجم عليه كل قوته وبيجرحه، بيقول له كيف تجرؤ على تدنيس قلعة دايغو اللي زيك المفروض ما يخشهاش اصلا. هي كيمارو بيقول له قلعة دايغو يبقى هي كمان بتاعتي. اخوه بيقول له انت هتستعبط يا ابني، دي قلعتي انا اتولدت هنا ونشأت هنا وتعلمت كل حاجة. قام رد عليه كيمارو بيقول له ما انت كنت دايما هنا، ليه انا شايفك محبط دلوقتي؟ ايوه انت غير راضي زيي بالظبط. اخوه بيقول له اخرس، انت سلبت مني حاجات كتيرة حتى امي. بيهجم عليه وبيسقطوا الاتنين ارضا، وهي كيمارو بيقوم على طول وبيعوروا في جبينه. اخوه بيقرر يعتمد على العينين بتاعت هي كيمارو وبيستمر في القتال. هي كيمارو بيدي اخوه ضربة بتلزقه في الجدار وراح جاري عليه وضربه بكل قوته، بيكسر السيف بتاعه. اخوه بيقول له انت ليه فوتت فرصة ضربي؟ كان بامكانك قطع رأسي. هي كيمارو قال له انا ما اعرفش، انت زي بالظبط انسان محبط ولكن عنده احلام، وفي النهاية انت هو اخويا الصغير. تاهومارو قال له خلاص انا خسرت زي ما على طول بخسر قدامك. هي كيمارو بيقرب من اخوه كده وبيبتسم له رغم كل اللي عمله له، قلبك كبير يا ابني والله. وفجأة الشيطان بيتحكم باخوه، لكن الاخ بيقرر ما يستسلمش ليه، بيخلع عينيه علشان يرجعهم ليها كيمارو، وبعدها الشيطان بيظهر على طول بينقض عليه يا كيمارو بيخلص عليه وبيستعيد عينيه، وبعدها بيقع ما عادش قادر يتحرك. وفي الوقت ده بيوصل دورورو وبيشوف العجوز وبيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له زوجة الحاكم عارفه طريق سري وداخله علشان تنقذ ابنها. هي كيمارو بقى بتقول له دورورو انتظرني عندك، انا هحتاجك علشان تسحب الحبل ده وبعدين تطلعنا. بعد كده بتروح لاخر النفق وبتحاول تفتح الباب، الدكتور بيفتح لها وبيروح ينقذ ابنه من الخشب اللي كان هينهار عليه. هي كيمارو بتاخده بالحضن وبتقول له انت عارف قد ايه انا بحبك. الدكتور بقى بيمسكه وبيوديه على المخرج وبيفتح بعدها عينيه علشان يشوف امه الاول واخر مره، يحجب بينهما الركام المتساقط. دورورو بياخد هي كيمارو بيطلع من المكان السري، وبعد كده هي كيمارو بتروح لتاهومارو بتقول له سامحني، لابد انك قد شعرت بالوحده، بس من دلوقتي انا هفضل جنبك للابد. وتسقط القلعه مشتعله بالنيران ويموتون جميعا. بيطلع هي كيمارو بيشوف النيران في كل حته، وبعد ذلك يعود هي كيمارو لمكان الحريق، بيوصل لقاعه الجحيم وبيلاقيه هناك بعد الهزيمه السحيقه اللي تعرض لها، وكانه كان في انتظاره. بيقول له ايه رايك في البلد اللي اول مره تشوفها بعينيك؟ هل هي جميلة؟ انت عارف كمية الدم اللي أريق في البلد ديت بسببك قد ايه؟ ومش بس كده، معاناة الناس ونزفهم ده هيتواصل للأبد. اسمح لي بس أيها الأب أتدخل وأقطع بكم الحوار الشيق ده. انت السبب في كل ده قبل كل حاجة، انت من بدأ كل هذا، انت من أراد طريقا مختصرا ولو على حساب ولدك، انت من باع روحه وتعاقد مع الشياطين في سبيل ملك زائل، ولذا كتب عليك الهلاك المحتوم، فما بني على باطل فهو باطل. نرجع بقى لموضوعنا، والأب بيقول له بس أنا مش هخلي البلاد تنتهي بالشكل ده، في هذا العالم إما تأكل أو تؤكل، ولو الشياطين عايزين ياكلوا إنسان مرة تانية فسأطعمهم مجددا. آها ده أنت شكلك لسه ما اتعلمتش الدرس بقى. هي كيمارو بيقول له أنت ناوي تأكلني ليهم تاني؟ أبوه بيقول له مش مستبعد، فأنا ولدت كقائد ولا أطمح سوى للحكم، ومن أجل ذلك مش هرفض إن أحصل على القوة من الشياطين. أنا ارتكبت خطأ واحد في فعل ذلك مسبقا، ما كانش لازم أرميك في البحر، بل كان لازم أقتلك بإيديا الاثنين. هي كيمارو بقى بيسحب للمرة الأخيرة السيف
سيف وبيغرزه في الارض. ابوه بيقول له ليه انت ما قتلتنيش؟ رد هيكيمورو وقال له مش ده الطريق اللي انا هسلكه، فانا مجرد انسان مش شيطان، وانت برضو عليك الا تصبح شيطانا، عيش حياتك كانسان. بعد كده بيسيبه يذهب للبحث عن انسانيته، فلقد اضاعها في سبيل استرجاع هدفه، الا وهو استرجاعه لجسمه بازهاقه للكثير من الارواح. ذهب في رحله طويله للتعرف اكثر على قلبه وعقله، واللذان ولدا من جديد عبر تجربته التي رايناها. اما بعد دورورو فراح يدور على الكنز ويسخره في مصلحه المتضررين. وهنا بتنتهي حكايتنا الاسطوريه، وبها نكون قد تعلمنا ان النهايه التي يصل اليها الانسان تكون من جنس عمله وثمره سعيه، فاذا سعى من البدايه في الخير لن يحصل الا على الخير، اما اذا كانت بدايه سعيه في الشر ولم يتب فستكون نهايتها كما بدا، شرا ووبالا عليه في الدنيا والاخره. فكل ساق سيسقى بما سقى، وللقصه في حياتنا بقيه خالده. انتظرونا بقى في حكايات اخرى مختلفه واكثر تشويقا وفيديوهات حرفيا هتكسر الدنيا. وبكده نكون وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى ان هو يكون عجبكم، فما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا سلام سلام سلام.